بتبدأ حكاية الانمي بتاعنا مع واحد عمال يقرأ احدى المخطوطات، وبيكون الشخص المخطوطة اللي بيقراها عن القوة، بيعرف ازاي الناس بتشوف المستقبل وازاي تاخد قوة المستقبل. وبيقرأ في المخطوطة عن حيوان اسمه كودان، والحيوان ده عبارة عن معزة ولكن براس بشرية، ولكن كودان ده عنده قدرة قوية جدا اللي هو بيشوف المستقبل. والمرعب ممكن يغير المستقبل ذات نفسه، ولكن عشان يغير المستقبل لازم يضحي بحياته ويموت. رئيس العشيرة بيفرح جدا، يقول اخيرا نبقى اقوى ناس في العالم، نبقى اقوى ناس في العالم. بعدها رئيس العشيرة بياخد بعضه وبيروح يصطاد احدى الكودان، ويبدا ياكلوا الافراد العشيره بتاعته. ولكن الاشخاص اول ما تاكل لحم الكودان على طول بيموتوا. القوه بتاعت الكودان حرفيا قويه جدا، فهو بيروح عند الكودان اللي معاه عشان يذبحه وياخد لحمه ونقله جديد. ولكن برضه بيكون متعصب جدا عشان هو حاسس ان هو هيضيع الكودان ده على الفاضي، والناس برضه اللي معاه هيموتوا. فعشان كده على طول بيتعصب اكتر، بيشد الكودان وبيرميه في الارض. ولكن بيكون شاطف في احدى الرفوف، والرفوف دي بيكون فيها مخطوطات كتيره جدا، واحدى المخطوطات بتقع قدامه، فعشان كده بيفتحها وبيلاقيها بتتكلم عن احدى القوه برضك، وبتتكلم عن قوه حريه البحر، القوة اللا نهائية لها اللي هي الخلود، عبارة عن كائن بيموتش خالص. لو انت عرفت تصطاد الوحش ده واكلته لأي حد هيكتسب القوة بتاعته، وهو في ساعتها بيفرح جدا، يقول العشيرة بتاعتي هيكون مع الخلود، وزائد ده كله هيكون مع لحم الجدان التاني، يعني الجسد بتاعه ما يستحمل القوة الجبارة عشان هما كانوا حرية البحر، وهما بقى يستحملوا القوة التانية اللي هما يشوفوا المستقبل. فعشان كده على طول بيصطاد احدى الحيوانات بتاعت حرية البحر ويبدأ ياخد لحمها، وبعدها بيضيف على لحم الجدان ويبدأ ياكله لعشيرته. ولكن مع ذلك مفيش أي حد بيعيش. قوة حتى الخلود برضه قوية جدا، مفيش جسد بشري برضه بيستحملها. رئيس العشيرة بعد المدة كله على طول بيستسلم، مش بيكون مستسلم عشان عشيرته ماتت او اي حاجة، بيكون مستسلم عشان هو زي خلاص عارف اللي هو بيعمل حاجة من غير اي جدوى. بعدها بعد سنوات كتيرة جدا اتنست التجارب المرعبة دي كلها، وبدت العشيرة تكتر من اول جديد بعد ما اتكسروا كتير جدا، والتجارب دي كلها اتنست. ولكن التجارب المرعبة تبدأ من اول جديد، عشان بتكون رئيسة العشيرة الجديدة سمعت بالتجارب بتاع رئيس العشيرة القديم خالص، فقالت نفسها لازم اجرب انا كمان. بعدها رئيسة العشيرة بدأت تجمع كل الأطفال اللي عندها وتبدأ تأكلهم لحم الجدان مع لحم حرية البحر. ولكن طبعا هم شوية أطفال، فعشان كده على طول واحد ورا التاني عمال يموت. هي بقى بتكون مش همها أي حاجة، واحد ورا التاني بيموت لغاية ما يخلصوا كلهم. وبيكون في شاب اسمه كرو وسطهم، كرو الوحيد اللي بيكون استحمل القوة الجبارة دي، وخلاص بقى عنده قوة الخلود وعنده قوة رؤية المستقبل. رئيس العشيرة بتروح لغاية عنده وبتروح تقول له أنت بخير ولا إيه؟ هو لا مش مهم، أنا العيال اللي معايا دلوقتي عمال يموتوا واحد ورا التاني، هو في إيه بالظبط؟ بعدها بتجيب سكينة وبتقطع رقبته حرفيا، وده كله بس عشان تجرب اللي هو اكتسب القوة دي ولا لأ. ولكن بتعرف اللي هو اكتسب القوة دي، وبقى في فرد من العشرة من أقوى الأشخاص في العالم ده كله. بس المشكلة الواحد الطفل ما يعرفش الحقيقة أصلا، بقى نصف بشر ونصف وحش. كورة بعد ما يتحسب العذاب ده كله حرفيا بيكون سامع عن الألم أصلا، بيكون بيشعر بيه ولكن بيكونش عنده أي مشاعر عشان يرد عليه. وكان في إحدى الأيام وهو بيأذي نفسه بتيجي على إحدى البنات، والبنت دي بقى بتكون قريبته ومن نفس العشيرة، والصدمة الأكبر اللي هي بتكون معاه نفس القوة دي كلها، يعني هما الاتنين الوحيدين اللي معاهم القوة دي كلها. فبتروح لغاية عنده وتقول تعالى نلعب مع بعض شوية، وفعلا بيروح معاه وبيلعب معاها. كله بعد عدة سنوات ساب العشيرة بتاعته دي بعد ما عرف من رئيسة العشيرة اللي هو كان أكل مرعب، والأكل المرعب ده خلاه خالد وما عادش بيموت خالص. فعشان كده ترك العشيرة وهرب من المكان ده، وبدأ يعيش حياة لوحده في مكان لوحده. وهو بيكون قاعد بره بيلاقي بنت قدامه، بتيجي تسلم معاه وتقول له ازيك عامل ايه؟ انا بقالي فتره ما شفتكش. هو في ساعتها يقول لها انت مين اصلا؟ اول مره اشوفك. هي تقول انت بتهزر ولا ايه؟ ده انا انقذت حياتك من فتره. هي تقول له من فتره انا قابلتك في المستشفى وانت كنت طالع على وشك، ولكن اتدخلت وانقذتك. هو اللي انت شكلك قبيضه بقى، انا افتكرت الموقف ده ما كنتش هموت يعني خالص. هي تقول له مع ذلك انت مدين ليا، المفروض تعمل اي حاجه انا اقولها لك. هو بعدها يقول لها طب خدي بعضك وامشي يلا دلوقتي. هي بعدها تتضايق منه بتقعد جنبه وتقول له مين طفله؟ ده انا عندي 17 سنه اصلا، وسنه كمان واخش الجامعه. تقول امال فين حبيبتك اللي كانت بتقعد معاك على طول؟ هو بعدها يقول لها بنت مين بالظبط؟ انا مش متقاعد مع حد خالص. هي تقول له انت كذاب عشان عرفت انت بتزور حد في المستشفى، والعمال اللي في المستشفى عارف ان انت مرتبط ومرتبط بالبنت اللي انا قابلتها، بس انا مش فاكر اسمها بالظبط. هو يقول لها انفصلت عنها. هي تقول له خلاص ماشي، عايزك بقى تتجوزني. هو في ساعتها يقول لها انت مجنونه ولا ايه بقى؟ خدي بعضك وامشي يا حبيبتي، اتجوز مين؟ هو بعدها يقول لها لو اتجوزتك اصلا هتسجن، انت مجرد طفله. بعدها البنت تقول له طب ايه السبب اللي انت انفصلت عنها؟ هو بعدها يقول لها انا انفصلت عن حبيبتي بسبب لو كنت ماشي معاها على النهر، ولكن مره واحده ظل لنا كائن مرعب جدا. انا اول ما شفته على طول خدت بعض وطلعت اهرب وصوتت شبه النساء بالظبط، فعشان كده انفصلت عني عشان طلعت جبان. هي بعدها ترد عليه وتقول له انت هبل ولا ايه؟ لو اي كائن منهم شافك هيطلع يهرب على طول. هي بعدها تقول له الكائنات دي اسمها يوكاي، الكائنات دي عايشه والبشر بيشوفهم عادي، ولكن هي بتظهرش نفسها غير بس يوكاي الشرير. فاللي انت شفته ده اصلا مش شرير ولا اي حاجه، هو طيب
ولكن ما لاحظكوش ان انتوا واقفين، لو كان لاحظكم ما كانش ظهر نفسه اصلا. هو بعدها يقول لي انا مش مهتم، انا هاخد بعض وامشي. هي بعدها تقول له اهدى شويه، انا اشرح لك بقى ليه انتوا انفصلتوا عن بعض. اليوكاي اللي انت قابلته ده انت ما خفتش منه خالص، بالعكس حبيبتك هي اللي خافت منه، واليوكاي ذات نفسه كان مرعوب اصلا اول ما شافك، فانت فضلت واقف وما كانش عندك ذره من الرعب، فعشان كده حبيبتك شكت فيك، قالت هو ده بشري ولا لا. هو بعدها يقول لي انا معلش انا اسف جدا، انا خبطت راسي وانا في الطريق، الكلام اللي قلت لك ده اصلا كان كذب من الاول، ما فيش حاجه اسمها يوكاي اصلا من الاول خالص. البت بعدها بتقوم وتروح له وتقول له ما تحاولش تكدبني، انا عارفه اللي حصل. هي بعدها تقول انا عندي عين وعندي رجل اصطناعيين اصلا عشان يتشالوا، اللي حصل وانا صغيره جدا وانا عندي 12 سنه اتخطفت من بعض اليوكاي، وطلب مني ان اكون رئيسة الحكمة واكون المستشيرة ما بين اليوكاي وما بين البشر، واعرف اعمل سلام ما بينهم هما الاثنين، ولكن عشان اكون رئيسة الحكمة لازم اضحي بحاجة من جسمي، فعشان كده ضحيت بعينيا ورجليا. عايزك بقى تبحث في بعض الكتب او تبحث في اي حتة هيظهر لك البنت اللي اتخطفت وتلاقيت بس بعين واحدة وبرجل واحدة. بعدها البنت بتودع كورو وبتاخد بعضها وتمشي. البنت دي بقى تبقى اسمها كوتوكو. كوتوكو بعدها بتاخد بعضها وتركب الباص، ولكن بيظل واحد من اليوكاي الطيبين واللي انت كنت واقفه معاه ليه؟ انت ممكن تموتي من سببه. هي تقول انت هبل ولا ايه؟ ده طيب جدا وزائد ده كله انا بحبه اصلا. كورو بقى بعدها بيوم بالظبط يروح للمكتبه وبيقرا جريده عن الحادثه اللي حصلت من زمان عن البنت كوتوكو اما اتلاقت في الشارع وهي بعين واحده وبرجل واحده. هو بعدها بيعرف ان البنت دي سيديه على طول. بعدها هو بياخد بعضه ويروح من المكتبه دي، ولكن بيلاقي كوتوكو في وشه. هو اول ما يشوف اللي انت عايزاه بالظبط، هي تقول له كنت هاجي اقعد معاك شويه يعني. بعدها بيجي مره واحده راجل بيجري من بعيد، بعدها بيتحول لكائن اللي هو اليوكاي، وبيقول له كوتوكو احدى اليوكاي الشرير بدا يهجم على الناس، عايزك دلوقتي تروح تقتليه بسرعه. كوتوكو بعدها تطلب من كورو اللي هو يجي معاها، وفعلا على طول بيروح عند مكان اليوكاي. بعدها كورو بيلاحظ يوكاي على الارض، ولكن هو ما يعرفش اللي هو يوكاي، بيفكر هو انسان ميت. فبعدها على طول اليوكاي بيتحرك، فكورو بعدها على طول بيتخض. بعدها مره واحده بيظهر اليوكاي الشرير. كوتوكو اول ما شاف اليوكاي على طول بيفضل يكلمه، تقول له انت المفروض تعيش بسلام مع اليوكاي الاخرين، ولكن اليوكاي ما بيعبرش وبيروح عشان ياكلها، ولكن كورو بيتدخل على اخر لحظه وبينقذها. ولا انت هبله ولا ايه؟ انت بتكلمي اليوكاي اصلا مش هيرد عليكي. هي تقول له هيرد عليا عادي بس هو شكله مش راضي. بعدها بتمسك مطفئه الحرائق وبتضرب على وشه بيها، واليوكاي فعلا بيتاثر جامد بالضربه دي، ولكن مع ذلك بيضرب كوتوكو وبينطرها في السماء. كورو في ساعتها بيتدخل وبيحميها. بعدها اليوكاي بيروح لغايه كورو، ولكن كورو بيمد ايديه وبياكل ايديه. البت في ساعتها بتكون مصدومه جدا، تقول انت بتضحي بايديك ليه؟ ولكن بعدها ايد كورو بترجع من قلو جديد، تقول انا بحسبك انت عارف الحوار ده، شكلك اصلا ما تعرفش ان انا مش بشري اصلا، انا مهما حد كان هتجدد تاني، والشخص اللي هيكون هيموت بعدها على طول. وفعلا يوكاي بعد ما بياكل ايده بيموت على طول. كوتوكو حرفيا بتبدا تتصدم صدمه عمرها، تقول له كورو انت ايه بالظبط؟ هو اللي بتسالي اصدقائك اللي يوكاي دمك هم اكيد عارفين انا مين. هي بعدها تقول له عمرهم ما يقولوا لي. هو بعدها يقول لها لما كان عندي 11 سنه كانت نوعين من الاكل، الاكلين دول ما خليني لا اقهر وما عدتش بشري من سببه. بعدها بيوم بالظبط بيروح المستشفى من قلو جديد عشان يزور احدى قرايبه اللي في المستشفى، ولكن كوتوكو بتقابله وتقول له راح تقابل قريبتك من قلو جديد ولا ايه؟ بعدها تقول له عايز اقول لك حاجه صحيح، سالت اليوكاي عنك وقلت لهم انتوا بتخافوا منه ليه، ولكن ما حدش رضى يتكلم خالص، عايزك انت تتكلم. هو اللي انا غلطان فعلا انقذتك اصلا. هي بعدها تقول له خلاص اهدى شويه. بعدها تقول له طب ايدك عامله ايه دلوقتي؟ سليمه؟ هو بعدين يمسك احدى الازهار الشائكه وبيعور ايديه. هو بعدين يقول لها ايديا هي سليمه اهي، مع اني عورت ايديا ولكن اتشافت مع ذلك. كوتوكو بعدها بتيجي مره واحده على دماغها حريه البحر. هي بعدها تقول له انا سمعت عن الناس اللي بتاكل حريه البحر وبيجي لها خلود، بس انت باين عليك برضو كبر، انت باين عليك انت شاب، وانت قلت انت اكلت حاجتين وانت صغير وانت عندك 11 سنه، فالمفروض تكون على سنك من 11 سنه، يعني ما يكونش شكلك اتغير خالص. هو بعدها يقول لها ايوه فعلا اكلت حريه البحر دي. هي بعدها تقول له طب انت اكلت ايه تاني؟ هو بعدها يقول لها مش لازم تعرفي وما تدخلش في شؤوني تاني. وبعدين هو بياخد بعضه ويمشي، ولكن بتوقفه وتقول له استنى شويه بس، انا دلوقتي رايح لاحدى اليوكاي الاقوياء جدا، فانت عايز تيجي معايا تعالى معايا. اليوكاي دي في الغابه، ولكن هو يقول لها ماليش مزاج اروح. بعدين هو بياخد بعضه ويروح البيت، ولكن هي بتعدي عليه بالليل ماشيه دلوقتي اهو، مش هتيجي معايا برضك ولا ايه؟ هو بعدين يرد عليه يقول له انت هتروح كده بالليل؟ انت كده مصيف على الاخر والدنيا هتبقى ساقعه بالليل. بعدها هو بيلبسها تيشيرت كان معاه من 6 ابتدائي واللي هيكون حلو عليكي عشان الدنيا هتبقى برد قوي. وبعدين بيدي لها شويه اكل، وبعدها يقول لها خدي بعضك وامشي يلا. وبعدين هي بتروح للغابه فعلا وبتوصل عند اليوكاي في الاخر. كوتوكو اول ما تشوف اليوكاي تقول له انت كنت عايزني في ايه بالظبط؟ هو بعدها يقول لها من كام يوم حصل حادثه غريبه جدا وعايز اعرف ايه سبب الحادثه دي. من كام يوم جت بنت معاها جثه وباين على الجثه هي اللي قتلاها. بعدها خدت الجثه وبعدها رمتها في البحر، ولكن اول ما شفت ملامح البنت وهي بترمي الجثه حسيت هي بترمي الجثه عشان تكشف نفسها. هي بعد تقول له ما اعرفش بالظبط بس سمعت الحادثه من كام يوم برضه، انا سمعت الست قتلت الراجل والراجل اتقتل في طعنه في قلبه،
وهي بعدها تقول له من يوم بالظبط هي اصلا اتقفشت واتسجنت في الاخر، وهي اعترفت بكل حاجه. قالت قدام المحققين اللي قتلت الراجل ده ورماه في البحر عشان كانت بتؤمن باليوكاي، وكان بتؤمن اللي انت هتاكله. اليوكاي في ساعتها على طول بيرد عليه يقول لها ما باكلش بشر اصلا، انا كنت باكل بشر من زمان ولكن ما عدتش باكلهم. وبيكون في تلك الاثناء كله بيكون وصل لغايه عند كوتوكو، واليوكاي التعبان اول ما يشوفه على طول بيخاف. كوتوكو اول ما شافته تفرح جدا تقول له انت جاي عشاني ولا ايه؟ هو لا لا خالص، انا مش جاي عشانك ولا اي حاجه، بس عشان لو متي اعرف ادافع عنك عشان ما يجيش تأنيب ضمير. بعدها كوتوكو بتكلم اليوكاي وتقول له قلت لك على كل حاجه. اليوكاي يقول لها شكرا جدا. بعدها كوتوكو وكورو بياخدوا بعضهم ويمشوا من المكان ده. يكون بقى في تلك الاثناء شخص بيكون عمال يسوق احدى العربيات وماشي بأعلى سرعه عنده، وبيكون طالع على حته الجبال بالعربيه، ولكن هو طالع بيقابل بنت مره واحده قدامه وبتكون ما عندهاش ملامح. هو اول ما يشوفها بيخاف على طول وبيقوم منحدر من على الطريق وبيوقع بالعربيه من على الجبل. بعدها البنت اللي ما عندهاش ملامح مره واحده بتختفي. وبعدها بيوم بالظبط من الحادثه دي بتكون ساكي حبيبه كورو القديمه بتكون قاعده في الشغل بتاعها وعماله تاكل، وبتكون شغاله شرطيه. فبيجي احدى الاشخاص وبيجي يسلم عليها ويقول لها انت بتاكلي لحمه ليه؟ انا من كام يوم عزمتك على اللحمه ولكن انت رفضت العزومه وقلت انت بتتقرفي من اللحمه. وتقول له ايوه بتقرف من اللحمه بسبب حبيبي القديم، عمل لي عقده وبقيت بكره اللحمه، ولكن دلوقتي قلت لنفسي ان انا اكمل بقيه حياتي عادي. هو بعدها بيسال سؤال يقول لها امبارح بالظبط حصل حادثه وكان في واحد سايق عربيه وقع على النهر، واما جينا استوجبنا من الراجل قال اللي لقى جروه في الشارع، وانا بعدين لقيت في التقرير الحادثه دي فعشان كده على طول انا حاضر عشان ما يدوس على الجرو. هو بعد سال سؤال يقول انت كتبت كده ليه بقى؟ مع ان ما رحت سالته شخصيا قال لي اللي هو لقى بنت ما عندهاش ملامح واول ما شافها خاف فعشان كده حضر من على الطريق. هي تقول ما فيش فرق ما بين شبح وجرو، كلها يعني كده كده يعني شويه حاجات. هي بعدين على طول بتسال الشرطي وتقول انت بتبحث عن البنت دي يعني ولا ايه؟ هو يقول لها مش ببحث عنها ولا اي حاجه، وانا مش بؤمن بالحاجات دي عشان لما سمعت منه المواصفات دي عرفت اللي هي الشبح المشهوره اللي موجوده في المنطقه دي. وتقول له هي عباره عن ممثله مشهوره جدا ولكن حصل حادثه وماتت والشبح بقى بيدرد المكان. بعدها الشرطي يقول لها صحيح نسيت اقول لك حاجه، من كام يوم بالظبط حصل حوادث شبه دي كده بالظبط، وبيقولوا شافوا نفس البنت دي بالظبط وكانت بتهجم عليهم، ولكن الشرطي اللي كان بيرد على الناس على طول بيقول لهم انتوا بتتخيلوا لا غير، هل انت حاسه فعلا ده مش شبح ولا اي حاجه؟ هي تقول ما اعرفش بصراحه، بس هو مش شبح خالص، هو على ما اعتقد يوكاي. هو بعدها يرد عليها يقول لها اليوكاي ده بالظبط. هي تقول له حاجه كده ممكن ما تؤمنش بيها بس هي حاجه موجوده وانا شفتها في حياتي. بعدها ساكي بتفتكر يوم ما كانت قاعده مع حبيبها اما قابلت يوكاي وهي كانت مرعوبه جدا، ولكن كله كان بالنسبه له عادي جدا، واول ما شافه بالعكس ما ترعبش خالص. واليوكاي ذات نفسه اول ما شافه خان وطلع يهرب. وهي بعدين ما بتشوف اليوكاي ده على طول بتبعد عن كورو وتقول انت مين بالظبط؟ هو انت بشري ولا لا؟ تعال بقى نرجع لساكي من قاله جديد ولكن في الحاضر. تقول لنفسها شكل اليوكاي ده حقيقه، اما كنتش متوقع ان اكون واقف حب واحد مش بشري من ساعتها. بعدها بتاخد بعضها وتروح للبيت بتاعها، ولكن في الطريق وهي مروحه بتلاقي احدى البنات قدامها وبتكون نازله من على الكوبري واقعه، ولكن هي بتتدخل وبتنقذها على اخر لحظه وتوقعهاش. وبتكون البنت دي كوتوكو بعدها تشكرها جدا تقول لها شكرا انت انقذتيني، عايزك دلوقتي بقى تهربي دلوقتي عشان ما تموتيش. بعدها ساكي بتصدم صدمه عمرها اول ما تشوف قدامها يوكاي من قرو جديد ونفس اليوكاي اللي كانوا بيتكلموا عليه من شويه. هي بعدها تقول لنفسها فعلا شكل اليوكاي حقيقه، والبنت دي اللي خلت السائق يقع من على الطريق. هي بعدها بتبدا تجمع شجاعتها وتقول ما ينفعش اخاف، لازم اتخطى الخوف بتاعي ده. بعدها بتروح تهجم على اليوكاي ولكن الهجمه بتخطى جسمها اصلا ما بتاثرش باي حاجه، ولكن يوكاي بقى بيضربها ولكن هي بتعرف تتجنب الضربه على اخر لحظه. بعدها كوتوكو بتبدا تتدخل وتقول لها اهربي يلا دلوقتي، انا قلت لك اصلا من اول اهربي. بعدها كوتوكو بتروح لليوكاي عشان تقتلها ولكن بتديها ضربه واحده وبعدها اليوكاي على طول بيختفي. كوتوكو بعدها بتقول لنفسها اليوكاي دي قويه جدا، انا شكلي واحده مش عارفه اهزمها. كوتوكو بعدها بتقوم من مكانها وبتلبس الرجل الصناعيه بتاعتها. بعدها ساكي بتروح لكوتوكو وتساله سؤال تقول لها انت يوكاي انت كمان ولا لا؟ كوتوكو تقول لها لا انا مش يوكاي كامله، نصف يوكاي ونصف بشريه. بعدها هي تقول لها انا عايزه احقق معاك عن البنت دي. البنت حرفيا اول ما تشوف الصوره بتاعتها والاشاره بتاعتها بتفتكر كورو على طول، تعرف اللي دي حبيبته القديمه. هي بتاعتها بتقول لو كنت عارف ان انت حبيبته القديمه ما كنتش انقذتك وكنت سبتك مت اصلا. البنت في ساعتها بتضربها وتقول لها فوق شويه. هي تقول لها مش قصدي كده يعني، كنت على الاقل اسيبك تتعذبي شويه. بعدها ساكي بتاخدها بتدخلها البيت بتاعها عشان تستجوب على اليوكاي. بعدها ساكي بتروح تجيب علبه الادويه وبتبدا تعالج كوتوكو من الجرح اللي عليها. ساكي بعد تسال كوتوكو بتقول لها انت لازقه في كورو ليه؟ هي تقول عشان انا مرتبطه بيه دلوقتي. هي ترد عليها وتقول انت كذابه، كورو اصلا مش بيحب اللي زيك، نوع المفضل من الفتيات مش شبهك خالص، انت عكسها تماما، فانت اكيد بتكدبي يعني. ولكن كوتوكو بتصر على كلامها وتقول لها لا انا مرتبطه بيه فعلا. بعدها بتطلع لها التليفون بتاعها وتقول لها طب شوفي الصوره دي هوريكي مدى سعاده كورو وهو مرتبط بيا. ولكن انا لما اشوفها بتلاقي كورو اصلا حزين اصلا ومتضايق من حياته. ساكي بعدها تروح تقول لها انت مش بتعرفي تكذبي خالص. البنت التانية تقول لها بالعكس ده هو بيحبني جدا. ساكي بعدها تقول لها طب ماشي، طب هو فين دلوقتي؟ هو ما جاش معاكي ليه يعني؟ هي تقول لها عشان هو ما كانش فاضي وكده كده هو عارف ان انا قويه. ساكي بعدها بتبدا تزهق من البنت دي وتقول لها خلاص المهم اللي هو لسه بخير. كوتوكو ترد عليها وتفضل تقلس عليها وتقول لها ايوه بعد ما سابك على طول بقى بخير جدا ودلوقتي هو مكمل تعليمه وبقى احسن كتير من الاول.
هي بعدها ترد عليها وتقول لها الحمد لله الولد بخير، انا كده كده سبته غصب عني. كوتوكو ترد عليها وتقول لها لا انت مش غصب عنك ولا اي حاجه، كده كده اي حد طبيعي كان هيعمل كده. كوتوكو بعدها بتروح لاحدى الايواكي وبيوصلوا لغايه المكان اللي هي عايزاه. ساكي بقى بتاخد بعدها تقعد على اللابتوب بتاعها عشان تبحث عن سيد الفلوس دي. بعدها بتعرف قصه حياتها من اولها لاخرها. بتطلع البنت دي اصلا قبل ما تتحول لايواكي كده بتكون عباره عن بشريه عاديه، ولكن احدى المخرجين شافها بالصدفه فعجبه كمان البنت دي جدا، فعشان كده على طول خدها وعمل منها نجمه. فضلت تشتغل ممثله لعدة سنوات لغايه ما اتشهرت على الاخر، ولكن بعد الشهره دي كلها بتبدا حياتها تتغير حبه بحبه. بعد ما ابوها بيموت على طول، ابوها بيكون مات واقع من على السلم بتاعه، ولكن بعدها على طول المحققين بدأوا يحققوا في الامر ده، ولكن مع ذلك لقوا الموتة العاديه دي منطقيه جدا، اللي هو وقع من على السلم فعشان كده مات. ولكن المحققين مع ذلك ما شالوش العيون بتاعتهم من على بنتهم اللي هي الممثله المشهوره دي. وبعد عدة ايام اكتر بدا يظهر شويه دلائل. ظهر اول دليل كبير جدا، لقوا رساله بخط الضحيه في بيته وهو بيقول بنتي عايزه تقتلني، لو انا مت في اي لحظه يبقى عرفوا ايه اللي قتلتني. الورقه دي اول ما اتشافت على طول طلعت على النت عشان هي مشهوره جدا والناس كلها بدات تتكلم عنها. رئيس الشركه في نفس ده اهو بيكون زعلان جدا عشان ممكن كل فلوسه تروح على الفاضي عشان الممثله ممكن تتسجن، فعشان كده هو بيرفع قضيه على الناس اللي مصورين الورق ده. بعدها مساعد رئيس الشركه بيروح لغايه الممثله ويقول لها خد استراحه اليومين دول، كده كده انا مصدق ان انت ما عملتيش اي حاجه. بعدها البت فعلا بتنزل من الشركه اللي شغاله فيها وبتروح تتمشى في الشوارع شويه، ولكن وهي ماشيه مرة واحدة حديدة بتقع عليها وبتموت على طول، وبيكون في شخص شاف الحادثة فبيبلغ الشرطة. وبعد عدة أيام من موتها بدأت تظهر جثتها، ولكن اتحولت لكائن تاني خالص. بدأت تلاقيها تبدأ تهاجم على الناس وتقتلهم. ساكي بقى في وسط كده كله بتلاحظ في حد بيخبط عليها، فعشان كده على طول بتفتح الستارة وتشوف مين اللي بيخبط، ولكن بتلاقي وحش صغير عمال يخبط عليها. بعدها الوحش بيخترق الجدار وبيخش عليها ويقول انا جايلك من امر من كوتوكو، قالت لي ان انا جاي استدعيكي عشان تحققي معاه عن امرأة الفولاذ. ولكن ساكي في ساعتها بترد عليه وتقول له لا خد بعضك وامشي دلوقتي. بعدها يقول لها انا عايزك تعرفي ان انا لو مشيت هبعت كل يوم ابن عمي، وانا عندي ولاد عم كتير، لغايه ما توافق وتيجي معايا. هي في الاخر بتقول له خلاص هاجي معاك. وبعدها ساكي تكلم الراجل وتقول له هي عايزه ايه بالظبط يعني. هو يقول لها هي عايزه تعرف سبب موت البنت دي، لو هي عرفت سبب الموت ممكن تحاول تعرف تقتلها. هو بعدها بيقول لها روح قابلها في المطعم، هي مستنيك هناك. وفي نفس الوقت ده كوتوكو بتكون قاعده في المطعم عماله تاكل، وبينزل لها احدى الاواكي وبيروح لغايه عندها وبيقول لها انت كنت مستدعياني ليه؟ كوتوكو بعدها تساله سؤال تقول له فين امرأة الفولاذ؟ هو يرد عليها يقول لها انا قابلتها في الطريق اصلا، قابلتها على الطريق العمومي اللي جنبنا. بعدها بتركب العجله بتاعتها وبتروح عند الطريق العمومي ده عشان تروح تقاتل امرأة الفولاذ. ولكن اول ما توصل عند امرأة الفولاذ بتلاقي اللي كله عمال يقاتلها وبيكون عليه ان هو تعبان جدا من سبب القتال ده. بعدها ساكي على طول بتخش على كوتوكو وبتعدي عليها وتقول لها انت بنت انت مجنونه ولا ايه؟ انت مخليني اقابل شويه وحوش من عندك ولا ايه؟ وفي الاخر بتسيبيني حتى وتمشي مع انك انت اللي مستدعياني. بعدها بتلاحظ ان في حد عمال يقاتل المرأة الفولاذيه، فعشان كده على طول بتقول له كوتوكو تعالى نروح ننجزه بسرعه، ولكن هي تقول لها ما تتدخليش، لو انت اتدخلت هتكوني اعاقه بالنسبه له. بعدها بتتفاجئ اللي هو كرو. المرأة الفولاذيه بتفضل تهجم على كرو، ولكن كرو بيعرف يتجنب الضربات دي. ساكي ساعتها بتكون خايفه على كرو جدا، هي ترد عليها وتقول لها ما تقلقيش، هو كده كده مش هيتاثر باي حاجه عشان هو كده اصلا بيموتش. بعدها كرو بيتكعبل باحدى الكنزات وبيقع على الارض على طول. المرأة الفولاذيه بعدها على طول بتستغل الفرصه دي وعلى طول بتسحق دماغه. ساكي حرفيا بتشوف المشهد ده بتكون مصدومه صدمه عمرها، بتعرف اللي هو خلاص هيموت، ولكن كوتوكو بتهديه وتقول لها اهدي شويه، هو مش هيموت ولا هيحصل له اي حاجه، هو يوم من قاله جديد، هو نصف بشري اصلا والنصف التاني حاجه تانية خالص. بعدها كل مره واحده بيقوم من على الارض من قاله جديد ودماغه بتتشفى. المرأة الفولاذيه بعدها تمسك الحديده اللي معاه من قاله جديد وبتضربه من قاله جديد، وكرو بيعرف يتجنب الضربه بقى. كرو بعدها بيستغل الفرصه دي بيقف وراها وبعدها بيمسكها من زورها عشان يخنقها، وفعلا بيبدا يخنقها ولكن مع ذلك ما تاثرش، فعشان كده على طول بيبدا يمسكها تاني وبيعوج دماغها من قاله جديد، وبعدها على طول بتقع على الارض ميته. بعدها ساكي على طول بتخش على كوتوكو وبتعدي عليها وتقول انت بنت انت مجنونه ولا ايه؟ انت مخليني اقابل شويه وحوش من عندك ولا ايه؟ وفي الاخر بتسيبيني حتى وتمشي مع انك انت اللي مستدعياني. بعدها بتلاحظ ان في حد عمال يقاتل المرأة الفولاذيه، فعشان كده على طول بتقول له كوتوكو تعالى نروح ننجزه بسرعه، ولكن هي تقول لها ما تتدخليش، لو انت اتدخلت هتكوني اعاقه بالنسبه له. بعدها بتتفاجئ اللي هو كرو. المرأة الفولاذيه بتفضل تهجم على كرو، ولكن كرو بيعرف يتجنب الضربات دي. ساكي ساعتها بتكون خايفه على كرو جدا، هي ترد عليها وتقول لها ما تقلقيش، هو كده مش هيتاثر باي حاجه عشان هو كده اصلا بيموتش. بعدها كرو بيتكعبل باحدى الكنزات وبيقع على الارض على طول. المرأة الفولاذيه بعدها على طول بتستغل الفرصه دي وعلى طول بتسحق دماغه. ساكي حرفيا بتشوف المشهد ده بتكون مصدومه صدمه عمرها، بتعرف اللي هو خلاص هيموت، ولكن كوتوكو بتهديه وتقول لها اهدي شويه، هو مش هيموت ولا هيحصل له اي حاجه، هو يوم من قاله جديد، هو نصف بشري اصلا والنصف التاني حاجه تانية خالص. بعدها كل مره واحده بيقوم من على الارض من قاله جديد ودماغه بتتشفى. المرأة الفولاذيه بعدها تمسك الحديده اللي معاه من قاله جديد وبتضربه من قاله جديد، وكرو بيعرف يتجنب الضربه بقى. كرو بعدها بيستغل الفرصه دي بيقف وراها وبعدها يمسكها من زورها عشان
عشان يخنقها، وفعلا بيبدا يخنقها ولكن مع ذلك ما تاثرش، فعشان كده على طول بيبدا يمسكها تاني وبيعوج دماغها من اول جديد، وبعدها على طول بتقع على الارض ميته. كورو بعدها على طول بيروح لكوتوكو ويقول لها اللي جايبك هنا. هي تقول له كنت هروح اقاتل المرأة الفولاذية ولكن لقيتك، فعشان كده ما رضيتش اتدخل عشان ما اعاقكش. هو يقول لها ماشي. بعدها هو بيسلم على ساكي ويقول لها ازيك عامله ايه؟ بقالي كتير ما اتكلمناش مع بعض. ساكي بترد عليه السلام وتقول له معلش اصل كنت في الشغل على طول. بعدها ساكي تسال كورو سؤال تقول له البنت دي حبيبتك الجديده ولا لا؟ هو بعدها يقول لها ايوه دي حبيبتي الجديده فعلا. بعدها ساكي بتاخد كورو وبتاخد كوتوكو لغايه الشقه بتاعتها عشان يتكلموا مع بعض عن المرأة الفولاذية. ساكي بعدها تسال كورو سؤال تقول له انت كنت عمال تقاتل المرأة الفولاذية ليه؟ هو يقول لها ما كنتش عايز اقاتلها ولا اي حاجه، بس قابلت بعض اليوكاي والمره دي ما كانش خايفين مني وانا كنت مستغرب جدا، وكانوا بيطلبوا مني ان انا احميهم عشان المرأة الفولاذية كانت عايزه تقتلهم، فعشان كده انا اتدخلت وحاولت اقاتلها. ساكي بعد تسال كوتوكو سؤال تقول لها المرأة الفولاذية دي عباره عن ايه؟ كوتوكو ترد عليها تقول لها عباره عن يوكاي، ولكن يوكاي شرير اتعملت من خيالات الناس اتخيلوا المرأة دي فعشان كده اتجسدت. في حد نشر اشاعه المرأة الفولاذية دي بعد ما ماتت الممثله المشهوره دي. ولكن دلوقتي انا جاي اسالك سؤال، وطبعا عشان انت شرطيه فاكيد عارفه كل حاجه، عايزك بقى تقولي دلوقتي من البدايه للنهايه عن موت المرأة الفولاذية، عشان اول لما اعرف اقوم انزل بوست على النت واعرف ان المرأة الفولاذية دي مش موجوده اصلا. بعدها يتنشر اشاعات جديده فالاشاعات القديمه تختفي على طول والناس تصدق الاشاعات بتاعتي. بعدها كوتوكو بتطلع اللاب بتاعها وتوريها صوره من على النت وتقول لها في شخص مجهول وانا نشر الصوره دي، ولكن الصوره دي اول ما اتنشرت حسيت ان في واحد اصلا الصوره دي عشان يحولها ليوكاي الشرير ويبدا يقتل في الناس، عشان اصلا في العادي لو اي حد اتنشر اشاعات على طول مش هتجسد حاجه عشان بتكون اشاعات مختلفه كتير جدا، ولكن المره دي واحد عمل اشاعه قويه جدا عشان يجسد الشخص اللي هو عايزه اللي هو مرايه الفولاذ. بعدها سكت تقول لها ما عنديش اي مانع اديك المعلومات، بس بجد مش معنى المعلومات دي مش هعرف اديها لك خالص عشان مش في ايديا. كوتوكو بعدها تقول لها ماشي انا هعرف اتصرفها بنفسي. بعدها بتروح على السرير بتاعها وبتاخد الملف بتاع مرأة الفولاذ. بعدها تقول لساكي انا ما توقعتش ان انا اجيبها بالصوره دي. هي تقول له ما ينفعش اديك المعلومات دي خالص انا ممكن اتسجن فيها. هي بعدها تقول لها مين اللي قالك كده اصلا؟ انا مش هخليك اصلا تقولي اي حد من الشرطه، عمر ما تدخل بشر عاديين في عالم اليوكاي ده ما حدش هيصدق. بعدها ساكي تمسك الملف وبتبدا تقول لها حاسه من اولها لاخرها، ولكن دب الجناء اول ما جه شاف الجثه عرفت اللواء بتاع جسمها بيبان اللي ما صدش الضربه دي، ما وحشت تتجنب الضربه حتى بايديها او تصد الضربه حتى. هي اول ما شافت الحاجه بتقع عليها فاستسلمت للامر. تقول لها مع ان احنا عرفنا ان هي ميته منتحره ولكن ماسك قضيه مش راضي يقفلها خالص، بفكر ان هي مش ماتت منتحره ولا اي حاجه، بفكر ان هي ماتت بسبب اختها الكبيره، ولكن اختها الكبيره اكيد مالهاش ذنب في الحوار ده كله. كلكم بعدها تقول لي ساكي ماشي كده حلو قوي، تاني بقى نروح للمكان الحادثه وانا عندي شويه ناس هيعرفوا لي اللي حصل بالظبط. وبعدها فعلا بيروح لمكان الحادثه وبعدها كوتوكو بتعمل طب وبتستدعي احدى اليوكاي اللي في المكان. بعد ما اليوكاي بيحضر كوتوكو على طول بتساله سؤال تقول انت كنت في مكان الحادثه اللي حصلت كام يوم؟ هو يقول لها ايوه شفت بنتي كانت قدامي حاولت انقذها ولكن ما عرفتش في الاخر. هي تقول له حلو عايزك بقى تحكي لي الموقف اللي حصل. هو يقول لها هي كانت ماشيه عادي وكانت باين على الاكتئاب جدا، وبعدها مره واحده شويه فولاذ قامت على دماغها، ولكن قبل ما يتصدم في دماغها ما باينش عليها الخوف ولا اي حاجه، كان بالعكس كان باين عليها الراحه، وهي اصلا ما حاولتش ان هي تهرب ولا اي حاجه. كوتوكو بعدها بتقول كلام الشرطه فعلا طلع في النهايه هي ماتت منتحره. ساكي بعدها تقول لها ما ينفعش اصلا يعتمد على رايه، الشرطه مش هيصدقوا اصلا حاجه اسمها يوكاي حتى. كوتوكو ترد عليها وتقول لها مش مهمه اصلا، مش فارقه معايا الشرطه والكلام الفاضي ده، كده كده مش هنعرفهم اي حاجه، احنا ننشر بس اشاعات جديده اللي هتكون الاشاعات الحقيقيه ونعرف ان هي ماتت منتحره لا غير، ما ماتتش واتحولت ليوكاي والكلام الفاضي ده. ساكي بعدها تقول لكوتوكو هتعملي ايه دلوقتي بقى؟ افرض بقى ما حدش صدقك بعد ما نشرت الحياه دي كلها. هي بعدها ترد عليها وتقول لها ما تقلقيش احنا عندنا كرو بيشوف المستقبل، فهو يعرف يشوف المستقبل يشوف احسن مستقبل لينا واحسن قصه احنا هنعملها وهو هياخدها ويغير المستقبل بتاعنا. بعدها بيوم بالظبط كوتوكو بيتقابل مع كرو عشان يفكروا ازاي في الاشاعه اللي هيعملوها جديد، ولكن كرو بيقول لها بالمره عايز اعرفك عن حاجه عشان انت ما تعرفش عني، ما تفكرش تكون المستقبل دي اللي انا بشوف المستقبل كده وخلاص، ده عشان اشوف المستقبل بدقه لازم اضحي بحياتي، لازم اموت نفسي، ولكن اعرف اعمل كده عشان كده ما بموتش، لازم اقتل نفسي وبعدها اشوف المستقبل، بس ما تقلقيش انا اعرف اشوف المستقبل غير ما اموت نفسي. حتى حيوان الجدال اصلا ما كان بيشوف مستقبل كان بيشوف المستقبل بكذا فرع، وكان في ايده كان بيختار المستقبل اللي كان هيحصل بالظبط. ده انا عايز اعرفك بس لو انت فكرنا اشوف المستقبل كده على طول. هي تقول له ماشي حلو عايزك تختار لي احسن فرع من المستقبل عشان نختاره ونعرف ننجز العام من المرأة الفولاذية دي اللي عماله تقتل في الناس. كوتوكو بعد تسال كلهم سؤال تقول له انت استعملت القوه بتاعتك دي قبل كده؟ هو لا ايوه استعملتها كتير، واخر مره استعملتها قدام المرأة الفولاذية وشفت نفسي وانا بكسر رقبتها وشفت نفسي وانا بذبحها وشفت كميه حاجات تانية، فانا اخترت المستقبل في احسن طريقه قتل، ولكن بسبب الوقت الصغير ما عرفت اللي هيحصل بعدها. ما توقعتش المستقبل اللي انا اخترته ده كان بايظ اصلا، طلع اللي هو بعد ما اقتلها هترجع لحامل، كان يمكن اصلا الاقي مستقبل تاني واكون بقتلها بطريقه تانية ممكن فعلا كانت تموت، ولكن ما لحقتش عشان كنت في وسط القتال معاها. وفي نفس اليوم ده بالظبط ولكن بالليل بيكون احد المحققين قابل المرأة الفولاذية بالصدفه، وبيكون المحقق ده صاحب ساكي، بيقابل المرأة الفولاذية فبيفرح جدا يقول انا هقتلها بايدي دلوقتي، وبيضرب
بتدي ضربه في جسمها ولكن بيلاقي جسمه عمال يعدي جوه جسمها. هي بعدها بترفع الفراز اللي معاها وبتضربه على راسه وفي الاخر هو بيموت. المحقق بعد ما يموت على طول بيكشفه جثته وتاني على طول بيستدعوا ساكي عشان يحققوا معاها، عشان في اليوم اما كان مات كان ما كانش هي في اليوم في العمل، فعشان كده بيسالها ولا كنت فين. هي تقول كنت قاعده في البيت لوحدي. ساكي بعد ما يخلص التحقيق بتاعها مع الشرطه بتاخد بعضها تكمل العمل بتاعها. الرئيس بتاعها بعدها بيروح يعدي عليه ولا ما تقلقيش انا عارف انت مترتوب وبالعكس انت اكتر واحده زعلانه عليه. هي تقول له بالظبط كده وانا حاسه ان كان معاملتي بارده جدا معاه، مع اني بس كنت الفتره اللي فاتت كنت بس حالتي النفسيه بس بايظه. هو اللي ما تشغليش بالك احنا في الاخر هنعرف مين الجاني وهنقبض عليه وهيتعدم في الاخر هو. ساكي بعدها على طول بتجي رساله على تليفونها من كوتوكو تقول انا عايزك تجري في الفندق بتاعي دلوقتي، عايز اسالك كذا اسال عن المراه الفولاذيه. بس في نفس الوقت ده كوتوكو بتكون مستنيه ساكي وبتكون تبحث عن الاشاعات اللي كانت عماله تتكلم عن المراه ولكن في الاخر ما بتلاقيش اي حاجه، بتلاقي اشاعات كتيره جدا ولكن ما بتلاقيش الشخص الرئيسي. بعدها على طول بيخش عليها كرو وبالله مالك قاعده كده ليه؟ هي تقول له انا كنت عمال ادور على اشاعات ولكن ما لقيتش اي حاجه. كوتوكو بعدها بتبدا تدور من اول جديد على اشاعات. بعدها بتشوف صور للامراه الفولاذيه وبتحت الرسم بتاع الصوره بيفكرها برسم ريكا، وريكا دي تبقى ريد كرو وبتكون مع نفس القوه اللي عنده بالظبط. هي بعدها تقول لكرو انا شاكه اللي هي ليها ايد في الموضوع. هو اللي انا عارف انا كنت عارف من فتره بس ما كنتش عايز اقول لك، انا حاسس برضك اللي هي يد في الموضوع ده عشان رسمت الرسمه دي قبل كده وشفتها عندها، بالذات هي عندها قوه المستقبل فهي ممكن خطط المستقبل اللي هي عايزاه واللي خلت الاشاعات تنتشر اكتر وفي الاخر خلت المراه الفولاذيه. بعدها على طول ساكي بتخبط عليهم بعدها تخش عليهم. ساكي لما توصل عند كوتوكو تسال سؤال تقول له في حد مات انا عايز اعرف هو مات من ايه بالظبط. كوتوكو تقول لها هو مات بسبب المراه الفولاذيه، مات قدام كام واحد من اليوكاي واليوكاي على طول جه قال لي. بعدها كوتوكو بتكلم ساكي وتقول له انا جايبك هنا عشان حاجه واحده بس ان انا اعرف ماضي امراه الفولاذ، عايزك تعرفين ماضيها من اولها لاخرها عشان هبدا انشر دلوقتي. بعدها ساكي فعلا بتبدا تديها كل المعلومات وكوتوكو بتبدا تسجل عندها ولكن في الاخر ما بتقررش تنشر النهارده، تقول احنا هننشر بكره عشان الوقت ده مش مناسب وزائد ده كله عايزين يقيدوها قبل ما ينشروا اي حاجه عشان لو في حد شافها او اي حاجه ممكن القصه اللي الفوها تنهار في الفاضي عشان لسه حيه، فلازم على الاقل يقيدوها ما تتحركش من مكانها وبعدها ينشروا القصه الجديده وبعدها هي تختفي على طول. كوتوكو بعدها بتاخد بعضها وتنام لغايه بكره لغايه ما يشوفوا يعملوا في امراه الفراس بكره. كلو وساكي بقى بياخدوا بعضهم ويمشوا وبيطلعوا بره الغرفه. كلو بعدها بيقول لساكي انا دلوقتي همشي وراح ازور قريبتي المستشفى. هي تقول ما تروح لهاش انت كده كده مرتبط وانا عارف ان انت بتحب ريكا 100%. بعدها بنعرف ان ريكا مريضه جدا وقاعده في مستشفى الجامعه ولكن المرض ده بيأثر على جسمها ولكن هي ما بتموتش خالص ولكن هي بتحس بألم لا غير فعشان كده هي قاعده في المستشفى بتتعالج. تعالى بقى نرجع لكلو بتاع الحاضر. كلو بعد ما يسمع من قريبته ساكي كده يقول لا برضه جزرها وما تقلقش هي مش تعبانه ولا اي حاجه، هي بس حاسه بشويه الم ولكن هي ما بتموتش خالص وزائد ده كله هي قريبتي. هي في ساعتها بتفتكر ان عشيرته كلها بتموتش. بعدها بيوم بالظبط في نص الليل بياخدوا بعضهم يركبوا العربيه وبيكونوا بيدوروا على امراه الفولاذ عشان يقيدوها. بعدها كلو بيقول لكوتوكو انا همشي من المكان ده دلوقتي عشان اليوكاي يعرفوا سيد الفولاذ فين ولكن لما موجود معاك هم يخافوا ييجوا واول ما يجيلك احدى اليوكاي ويقول لك على مكانها وبقولي لي وانا باجي. ساكي وكوتوكو بعدها يركبوا العربيه في طريق قاعدين فيها مستنيين بقى اليوكاي يوصلوا لغايه عندهم ولكن هم قاعدين. ساكي بتسال كوتوكو سؤال وتقول لها ريكا معاها نفس القوه اللي مع كرو؟ ترد عليها وتقول لها ايوه معاها نفس القوه عشان برضه هي كلبة جودان ولحم حريه البحر وصدق كل قعدت معاه قبل كده في يوم. هي تقول انت قعدت معاه في يوم ازاي؟ انت تعبان اصلا وبتقعد في المستشفى على طول. هي تقول لها ده حوار طويل شويه. بعدها بتشرح لها الحوار ده تقول لها اصلا هي مش تعبانه ولا اي حاجه هي بتحس بألم وخلاص ولكن المرض اللي عندها بيموت عادي ولكن هي بتموتش فعشان كده بتحس بألم على الفاضي فعشان كده بتتعالج في المستشفى. وفي احدى ايام كان الدكتور كان حاسس خلاص اللي هي هتموت فعشان كده طلب منها اللي هي تدخل المستشفى لعده ايام بره عشان تشم هوا ولكن هو كان عارف اللي هي هتموت ولكن هي طبعا هي كانت حاسه كده فعشان كده بتشكره وتقول له ماشي هروح اشم هوا كده 4 ايام وبعدها ارجع المستشفى. هو لا ماشي احنا مستنيينك. وفعلا بعدها طب بتتصل بكرو وبتقول انا عايز اقعد معاك الشقه ولكن هو بيتحرج جدا عشان هو بيحبها ولا مش هينفع ادخلك مع البيت. هي تقول له ده هو 4 ايام بس. هو في ساعتها بيفرح جدا ولكن مع ذلك بيمنع نفسه يقول لا اهدى شويه ما ينفعش اعيش بنت بحبها معاه في الشقه غير لما اتجوزها بس. بعدها على طول اتصل كوتوكو وطلب منها اللي هي تقعد ريكا معاه في الشقه وطبعا كوتوكو وافقت على طول وقعدت معاهم ال4 ايام بعدها رجعت للمستشفى من رجل. ساكي بعدها تقول انت اكيد بتكرهيها. هي تقول لها بصراحه انا بكرهها عشان كرو بيحبها جدا وزائد ده كله اول ما قابلتها اول مره وبعدها على طول عرفتها انا مرتبطه بكرو اتضايقت جدا وقالت له مش مناسبه جدا ليك واصلا كرو اصلا مرتبط بالبنت دي غصب عنه واصلا مش بيحب كوتوكو ولا اي حاجه هو مرتبط بيها بس كده شفقه عليها عشان كده ارتبط فيها في النهايه. فساكي تقول انتوا مش لاقيين على بعض خالص فكرو بدات تكرهها. كرو بقى تقول لساكي كده تقول انا بكرهها من سبب الحركات اللي عملتها لي دي. بعدها كوتوكو بتعرف ساكي اللي هي ما عادش في المستشفى وراحت عاشت لوحدها في مكان كده بعيد ما اعرفش بصراحه عنه. بعدها كوتوكو بتقول انا عايز اعرفك حاجه اللي انشا اصلا امراه الفولاذ
هي اصلا ريكا كانت في احد الايام وكانت قاعده عندي في نفس اليوم ده هو بالظبط، كانت قاعده على الكمبيوتر بتاعي وانشأت منصه كامله وبتتكلم بس عن مرات الفولاذ البنت المشهوره اللي ماتت، وعملت منها قصه وخلت القصه دي حقيقيه واتبنت الشخصيه مرات الفولاذ دي. وانا كنت عارفه من ساعتها ولكن كنت بس بتاكد، ولكن اتاكدت اليومين اللي فاتوا دول. كده احنا في النهايه اصلا هنهزم مرات الفولاذ دي وهننشر اشاعه اقوى منها بكتير، ونعرفوا ان مرات الفولاذ دي مش موجوده، ونعرفهم ان هي اصلا ماتت منتحره في النهايه ولا في اي حاجه اصلا، والاشعه بتاعتهم هتختفي للابد. بعدها بيدخل احدى الرجاله على كوتوكو ولا ظهر مرات الفولاذ دلوقتي وهي جنبنا بكام شارع كده. بعدها على طول بيدوروا العربيه ويبدا يطلع على المكان ده عشان يقيدوا مرات الفولاذ. بعدها على طول كله بياخد بعضه وبيركب العربيه معاهم، وبيكون في تلك الاثناء ريكا قاعده في الغرفه بتاعتها وبتكون شايفه الاشاعات بتاعت مرات الفولاذ وبتكون فرحانه جدا، ولكن مع ذلك بتقرر انها تغير المستقبل اكتر واكتر وتخلي مرات الفولاذ اقوى من الاول. فعشان تغير في المستقبل طبعا لازم تضحي بحياتها، فعشان كده بتجيب سكينه وبتضحي بحياتها فعلا، ولكن طبعا عشان ما بتموتش فعشان كده بترجع لحمل جديد، فعلا بتغير المستقبل وبتخلي مرات الفولاذ اقوى من الاول بكتير. في نفس الوقت ده كله بيكون وصل لغايه مرات الفولاذ، كله بعدها على طول بياخد بعضه وبيروح لغايه مرات الفولاذ ويبدا يقاتل معاها. كله عمال يقاتل مع مرات الفولاذ. بتكون كوتوكو عمال تنشر اشاعات بقى عشان تعرفهم ان مرات الفولاذ مش موجوده اصلا، ودي كلها اشاعات. بتبدا تنشر على النت عن حقيقه وفاه صديق ساكي، تقول هو اصلا كان في العمل بتاعه زي كل يوم وجاله اتصال غريب من احدى الناس وقال له انا عايزك دلوقتي تجيلي، انا شفت مرات الفولاذ معديه من قدامي دلوقتي، انا عايزك دي تمسكها عشان نخلص من امها دلوقتي. هو فعلا راح له عشان يشوف مرات الفولاذ، ولكن هو في الطريق عشان يوصل له بيكون شخص عامل خدعه كبيره، جاب عمود حديدي كبير جدا وعلقه على الحيطه وعمله بطريقه موازيه اللي هو لو اتك على زرار بس واحد هيعرف يحرك الحديده ويجي في وش الشرطي، وفي الاخر الشرطي يتصحك ويموت. وهي بعدها تقول لهم الشخص ده هو اللي بيقتل الناس وعامل نفسه مرات الفولاذ، ولكن مرات الفولاذ مش موجوده خالص، بس هو بيعمل الخدعه دي وخلاص وبيبان مرات الفولاذ اللي عملته. بعدها تكتب بقيه الحوادث اللي حصلت دي كلها القديمه برضك نفس النظام، الشخص ده برضك هو اللي قتلهم وعمل مرات الفولاذ اللي قتلتهم، وبرضك ده كله بس عشان ما هي بعد الخاص الكتاب دي كلها على طول بتنشرها على النت، ولكن بعدها على طول بيجي لها كميه كومنتات يقول لها بطلي هبل وانت تلاقيك اصلا مش بتؤمني بالاشباح والكلام ده كله، فعشان كده مش مصدقه الحوار ده. بس ليه اصلا في شخص عايز يقتل الناس ويقتلهم بالطريقه الصعبه دي؟ ما كانش حد اصلا فكر الوقت لحد لو كان عايز يقتل بالطريقه دي. هي بعدها بترد عليهم بوست تاني وتقول لهم هو قتل بس الوحيد ده بالطريقه دي، وبالذات اللي واخد اصلا بطل اللي هي بجوده، فما حدش هيقدر عليه بسهوله يعني، فهو بالذات عمل له كده. وعلى الاغلب بقيه الناس عمل لهم بطريقه تانية اسهل بكتير. الكومنتات برضك بيردوا عليها بطريقه سلبيه ويكذبوا كل الكلام بتاعها. هي بعدها بترد عليهم برضك من جديد وتقول لهم لا الكلام ده بتاعي صحيح، وعلى الاغلب اللي قتل مكيك برضك هو اصلا امراه، واللي هي اصلا انشأت مرات الفولاذ، وعلى الاغلب الامراه دي معاها اصلا في الشرطه، عشان بالنسبه للادوات والحاجه اللي استعملتها باين عليها اللي هي عندها خبره، فاكيد يعني هي شرطيه او حاجه. وزائد ده كله هتقتل الشرطي ده بالذات ليه؟ فيمكن هي شرطيه زيه بالظبط وهي عايزه تقتله وخلاص. في نفس الوقت ده حرفيا بيكون كله مهروب، بيكون متقاتل مع مرات الفولاذ وبتكون حرفيا قتلته اكتر من مره، ولكن بسبب اللي هو عنده الخلود فبيموتش خالص. تعالى بقى نرجع لكتب الكومنتات بعدها بيرد عليها برضه جديد ويقول لها برضه كلامك كله كده، ليه شرطيه اصلا تحقد على صديقها؟ وليه شرطيه اصلا تبدا تقتل في الناس؟ كوتوكو بعدها بتكلم ساكي وتقول لها الزمن بتاعنا اتغير، اكيد رجع غيرت الزمن، وكده احنا عارفين ان هي انشأت اصلا من مرايه الفولاذ، فاكيد اللي غيرت الزمن. ساكي بعدها تقول لها حلو ما تخلي كوري يغير الزمن هو كمان. هي تقول لها ما ينفعش، كوتوكو هيتعب جدا وهيتألم جدا عشان يغير الزمن، لازم يضحي بحياته، يعني لازم يمسك سكينه وبعدها يغير الزمن. بيكون في نفس الوقت ده اصلا كوري غير الزمن بتاعه عشان بيكون مات من سيد الفولاذ، فعشان كده على طول اول ما يموت بيقرر هو يغير الزمن، ولكن عشان يغير الزمن بيتنقل لعالم الزمن ذات نفسه اللي فيه كل الازمان كلها، وبيكون قدامه كميه اشرطه وبيختار شريط منه، وكل شريط له مستقبل معين وهو اللي المفروض يختار اللي هو عايزه اللي يبقى المستقبل اللي احسن. ولكن بيكون خلاص بيكون قدامه ريكا واستعملت التقنيه بتاعتها قبله واختارت الزمن اللي هي عايزاه، وفي الاخر الزمن بتاعها هو اللي بيتطبق، وبتكون ريكا غيرت المستقبل وخلت الناس كلها ما يصدقوش اللي بتكتب دلوقتي. كله بعدها رجع الحامل وبيبدا يتقاتل مع مرات الفولاذ، وبيكون بيتقاتل معاه بس عشان ياخرها لا غير، ولكن مع القتال ده كله بتديه ضربه واحده بتلوسه في الارض وحرفيا بيتقتل، ولكن بيرجع الحامل قالوا جديد يقدر يضرب فيها. كوتوكو بعد نشرة البوستات دي كلها ما حد صدقها خالص، فبدات تنشر من قالوا جديد وراجع من حساب تاني خالص، وبدات تعمل قصه جديده على امل انهم يصدقوها، تقول لهم مرات الفولاذ دي مش شبه على اي حاجه، مرات الفولاذ دي اصلا حيه واللي بتقتل الناس حاليا، بس هي معرفه كل الناس اللي هي شبح، عشان لو هي اتقفش في اي حته ما يعرفوش اللي هي مرات الفولاذ، يعرفوا اللي هي ممثله معروفه ان انا ناسي. هي بعدها تنشر البوست ده وبعدها بشوف التعليقات، الناس كلها على طول حرفيا ما بتقولهاش الا كده، تقول لها طب ليه هي تعمل كده اصلا؟
هي تقول لها عشان هي قتلت ابوها. هي قتلت ابوها عشان ابوها كان حاجت عليها، وهي كانت بتصرف على ابوها على طول، ولكن هو مضطر ياخد منها فلوس عشان هو فقير، ولكن برضك كان متضايق، وكان على طول بيعرضها في التمثيل والكلام ده كله، وكان حقود جدا على النجاح بتاعها اللي هو عمره ما وصل له. فهو في احدى الايام قام قرر ان هو يقتل نفسه ويلبس بنته نصيبه، وكتب رساله في كتاب وقال لو انتوا لقيتوني ميت دلوقتي فاعرفوا بنت اللي موتتني. بعدها بيسيب رساله على السرير بتاعه، وبعدها بينط من على السلم وبيقع على دماغه بالظبط ودماغه تتفتح. نانسي بعد ما حصل لها الموقف ده بكت جدا على ابوها، مع انه كان بيكرهها جدا ولكن هي بكت عليه. بعدها بدا التصوير كله يجي عليها، وبقى كل الناس بتساله وتقول له على الحادثه دي، وتقول انت قتلت ابوك ليه؟ هو كان اللي كاتب الرساله. هي على طول اول ما تشوف الاعلامي ده على طول بتاخد بعضها وتجري، عشان الاعلام هم مكذبينها اصلا. وبعدها تقول لهم حتى اما لقوا الجثه بتاعت نانسي عرفوا اصلا ان هي مش نانسي، ولكن اعتقدوا ان هي نانسي من سبب جسمها، ولكن اصلا ما يعرفوش هي نانسي ولا لا، من سبب اللي وشها كان مسحوق جدا. وتقول لهم حتى واختها الكبيره اول ما راح زارتها قالت ان هي مش اختها خالص، وفضلت تبكي وقالت دي مش اختي خالص. هي بعدها تقول لهم اكيد اختها الكبيره مش هتكذب يعني، واكيد هي مش بسبب الصدمه بتكذب او حاجه، هي بس عشان بسبب وشها المسحوق ما حدش عارف اصلا. كوتوكو بعد ما تقول الكلام ده كله احدى الكوماندات بترد عليها وتقول لها سمعت برضك عن المقابله دي، سمعت ان اختها فضلت تبكي وتبكي من كتر القهر، كانت بتعيط على اختها على الفاضي. وفعلا بدات ناس تتكلم صح وبدات ناس تصدق، ولكن في تلك اللحظه ريكا بتطلع السكين اللي معاها وبتقتل نفسها، وعلى طول بتغير المستقبل وبتختار المستقبل اللي محدش يصدقها خالص، وفعلا الناس كلها تبدا تكذبها. كوتوكو في ساعتها بتعرف ان الزمن اتغير من سبب الناس كلها قامت عليها مره واحده. كوتوكو بعدها بتبدا تعمل بوست جديد وتبدا تعمل اشاعه جديده تقول لهم نانسي اصلا ما ماتتش ولا اي حاجه، نانسي لغايه دلوقتي لسه عايشه. تقول لهم كانت في احدى الايام قاعده بره وقاعده على احدى الكراسي وبتكون جايبه جدا، عشان الناس كلها شاكه اللي هي قتلت ابوها، فعشان كده بتقرر ان هي تقتل نفسها ولكن مش عايزه تقتل نفسها. فعشان كده بتلاحظ احدى البنات وبتلاقي اللي هي شبهها بالظبط، فعشان كده تطلب منها طلب اللي هي تيجي تقعد معاها شويه، وفعلا بتقعد معاها ويفضلوا يتكلموا. نانسي بعدها تطلب منها طلب تقول لها عايزك تعملي معايا حاجه صغيره بس، عايزك تتنكري على شكلي بس عشان عايزه افاجئ حبيبي، ولكن عايزك تروحي له انت بشكلي وبعدين نروح له عشان الاثنين واعرفوا ان انت اختي التوأم. البنت فعلا بتوافق وتقول لها ماشي هساعدك. بعدها بتاخدها معاها الشقه وتبدا تعمل لها مكياج وبتغير لون شعرها وبتخليها شبهها بالظبط. بعدها بيروح لمكان الحادثه اللي نانسي ماتت فيها، بعدها بتوديها تحت بنايه لسه البناء، بعدها بتزق شويه حديد وبتوقعها في دماغها، وهي على طول البنت على طول بتموت ووشها كله بيتصحك. فلو حد جه يشوف الجثه ولكن مش هيتاكد 100% عشان وشها خلاص ما عادش فيه تفاصيل خالص. بعدها نانسي الحقيقيه خدت بعضها من قالوا جديد وعملت بطاقه الهويه مصوره وبدات تعيش من قالوا جديد على شكل تاني خالص عشان تهرب من قضيه القتل دي، وبدات تعيش حياه عاديه. امال بقى لو تكلموا عن مرات الفولاذ فتلاقي في حد بيستغلها غير عشان هي اما زيفت موتها تلاقي في حد استغلها بعدها وبدا يقتل في الناس. اما هي دلوقتي ما عادش ليها دعوه بحد. في نفس الوقت ده بعد ما تنشر البوست ده على طول كورو بيجيب حته حديده وبيقتل نفسه، ولكن في نفس الوقت ده برضه ريكا بتقتل نفسها عشان تغير المستقبل. كورو هو اللي بيلحق يغير الاول المستقبل، وفعلا بعدها على طول بتبدا الناس تصدق كوتوكو وبتبدا مرات الفوز تبدا تتلاشى حبه بحبه لغايه ما في الاخر لما مرات الفوز بتختفي، ولكن كوتوكو بتبدا تزود كمان معلومات عشان ما حدش يشك اي شك والاشاعات ترجع من قالوا جديد. فبتقول لهم على حادثه الشرطي، تقول لهم هو مات بسبب واحده بس، بسبب اللي هو شاف واحده في الطريق واول ما شافها لقى جسدها مش شبه جسد نانسي بالظبط، فعشان كده نزل لها، وبعدها اول ما دق في وشها لاحظ هي شبه نانسي بالظبط، فعشان كده على طول قال لها انت نانسي صح. البنت اصلا في نفس الوقت ده بتكون نانسي الحقيقيه ولكن بتنكرها، فعشان كده على طول بتطلع حته حديده وتضربه في وشه، وبعدها بتفضل تتعك في وشه لغايه ما وشه بيتصحك. والناس هي اللي كانت قتلاه عشان بس تدري عن نفسها من الجريمه اللي عملتها، وفعلا في الاخر الناس كلها بيصدقوا الحكايه بتاعتها وتبدا حكايه امراه الفولاذ دي. بعد اليوم متعب ده كله على طول بياخدوا بعضهم يروحوا، تاني يوم بعدها على طول بيقرروا يتقابلوا من قالوا جديد، ولكن بتكون كوتوكو نايمه عشان بتكون تعبانه من اللي حصل امبارح، فعشان كده على طول بيقرر كورو يخرج مع ساكي شويه وهم قاعدين مع بعض يفضلوا يتكلموا عن ريكا. بعدها كورو يقول انا عايز اقول لك حاجه صح بس بدل احنا بنتكلم عن ريكا انا عارف ريكا بتعمل ده كله. ريكا اصلا عندها مرض والمرض ده مخلي اللي جسمها ضعيف جدا، والمرض اصلا ده المفروض يخليها تموت من زمان جدا، ولكن بالله عندها الغرض فعشان كده بتموتش خالص، ولكن المرض بيخليها بتحس وزاد ده كله فايع على الاخر وبتكون ضعيفه في اغلب الاوقات، فعشان كده بتجرب اللي هي تتعالج عند كل المستشفيات ولكن ما فيش اي شيء بتعالج لها المرض اللي عندها. على طول بيقول لهم المرض بتاعي غريب جدا ونادر جدا زائد ده كله، ولا زائد ده كله عارفها من زمان جدا، وهي كان من زمان جدا كان رئيسة العيله كانت بتحبها جدا عشان كانت بتفكرها برئيس العشيره القديم خالص عشان بنفس طريقه تفكيره ونفس طريقه التفكير المرعبه دي. هي على طول بتكون مبتسمه وبتكون جميله على طول ولكن من جواها بتكون وحشه جدا مش هيفرق معاها تموت اي حد، وزائد ده كله دلوقتي بتغير المستقبل حبه بحبه، وده كله بس عشان تشوف اي علاج لنفسها، ولا مش عارف بالظبط ولا
بتهرج نفسها تعمل بالظبط، هي ممكن تقتل اي حد. هي تقول له بعد ده كنت لسه بتحبها صح؟ هو يقول لها ايوه، بس انا قلت لك امتى؟ هي تقول له انت مش فاكر ولا ايه؟ من اول ما ارتبطنا ببعض انت اصلا كنت قايل ان انت بتحبها ولكن ما عرفتش تعترف لها بالحب. ساكي بعدها تطلب من كل طلب، تقول له عايزك تحمي كوتوكو باي حاجه عندك. هو يقول لها ما تقولش انا بحميها اصلا. حرفيا ساكي اول ما تسمع الكلام ده كله بتتضايق جدا، وبالذات اللي هي بتحبه جدا وسابته اصلا مش عشان كانت بتكرهه لاي حاجه، سابته بس عشان هي كانت بتخاف منه الاغير. بس دلوقتي هي اتعودت عليه. بعدها بتنتهي الخروجه بتاعتهم وبعدها هو بيديلها العجله بتاعته ويقول لها خدي العجله بتاعتي روحي بيها، انا هروح ماشي عادي. هي بتشكره وبعدها بتاخد بعضها وتمشي. ولغايه هنا وصلنا لنهايه الجزء الاول. لو انا لقيتكم في الكومنتات عايزين الجزء الثاني هبقى انزله لكم على طول، اما لو مش عايزينه خلاص ما فيش اي مشكله. وطبعا عشان احنا وصلنا لنهايه الفيديو فما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك يا سيدنا محمد. وبس كده، سلام. لو ما شفتوش الجزء اللي فات من حكايه كورو فارجعوا شوفوه عشان تفهموا بقيه القصه. اما لو انتوا شفتوا الجزء اللي فات فتعالى نكمل بقيه الحكايه. بيكون بعد ما كورو هزم امراه الفولاذ بدأوا بعض اليوكاي يجتمعوا مع بعض ويفضلوا يتكلموا شويه ويقولوا الحمد لله امراه الفولاذ اختفت، وبيفضلوا يتكلموا على مدى قوه كوتوكو على حسابيه امراه الفولاذ، ويقولوا احنا كنا متوقعين من الاول اللي هي تعرف تهزمهم ولكن ما توقعتش ان كورو ده يساعدها. شخص تاني يتكلم ويقول له كورو اصلا هو اللي هزمها، كوتوكو كانت العقل ولكن كورو كان القوه، وزائد ده كله في كميه اشاعات بتقول اللي هو اصلا خالد وما بيموتش ابدا. بعدها واحد من يوكاي التاني بيتكلم ويقول انا عندي صحيح خبر ليكوا وحش، انا دلوقتي عايش مع احدى البشر ولكن البشر اللي قاعد معاه مش حاسس بيها طبعا، وبتفرج معاه على افلام وحاجات من دي، ولكن في احدى الايام وانا قاعد بتفرج معاه سمعنا صوت مرعب جدا، صوت شخص عمال يهبد ويقول لهم انا متوقع الشخص اللي عمال يهبد ده يوكاي شرير، وانا دلوقتي عايز استدعي كوتوكو عشان تقتل يوكاي الشرير ده. اليوكاي التاني على طول يقول له ماشي استدعيها دلوقتي، وفعلا على طول بيوصل لها الخبر ويقول له كوتوكو على كل حاجه. كوتوكو بعد ما بيجي لها الخبر ده على طول وتقول احنا جالنا مهمه جديده. هي تقول له في احدى اليوكاي شاكك ان في يوكاي عايش في البيت اللي انا عايشه فيه وشرير جدا وهو حاسس ان هو هيقتله، فانا بدوري عشان السيده بتاعتهم لازم احميهم كلهم، فاحنا لازم دلوقتي نروح نفحص المكان ونشوف اليوكاي الشرير ده نقتله. هو يقول لها ماليش دعوه بالحاجات دي، الحاجات دي مهمات خفيفه جدا عليكي، فبروح انت سلكي الدنيا وانا بهجيلك بعدين. هي بعدها تفضل تزن عليه وهو في الاخر بيوافق وبيقول لها خلاص هاجي معاكي. بعدها بتروح لليوكاي عشان تعرف منه التفاصيل. هو يقول لها كنت في احدى الايام قاعد في البيت ده ولقيت مره واحده صوت دق جامد، ويقول لها بعد الحادثه دي الدق رجع تاني، ولكن المره دي صاحب المبنى استغرب وقال ازاي الناس بتدق فوق كده، ده فاضي بقاله شهرين. بعض اليوكاي التانيين بيتكلموا يقولوا يمكن اي حاجه وقعت من فوق. يرد عليه يقول له ازاي الهبل ده هيخبط علينا ازاي كده، ده اكن حد بينط. وزائد ده كله صاحب المبنى اصلا طلع فوق ولكن استكشف ان في دميه على الارض، ولا صاحب البيت بعد ما شاف الدميه دي خد بعضه من سبب اللي هو خاف يلمسها، ولكن وهب نفسه وقال ما اكيد مفيش اي دق، يمكن انا بتخيل او حاجه. كوتوكو بعد ما تسمع من اليوكاي كل ده على طول تقول له خلاص انا هحقق لك في الموضوع ده، يوم بالظبط اشوف حقيقه البيت ده وارجع لك من اول جديد. وفعلا مدار اليومين دول بتبدا تحقق في موضوع الشقه، ولكن في الاخر بتستكشف اللي هو ملوش دعوه باليوكاي الشرير او اي حاجه، ده عباره عن سحليه كبيره جدا كانت قاعده في البيت. فعلى طول بعدها بتروح لليوكاي من اول جديد بعد يومين بالظبط تقول لهم اللي كان في سحليه فوقكم وهي اللي كانت بتطلع اصوات دي. اما لو على الدميه بصراحه ما اعرفش ايه حكايه الدميه، بس يمكن دميه وقع مثلا من السكان القدام. هي بعدها تقول لهم على السحليه دخلت ازاي وازاي هم يخرجوها لو هم عايزين يخرجوها، وبعدين تقول لهم ده الحكايه كلها ما تقلقش ملوش دعوه باليوكاي الشرير او اي حاجه. بعدها هم بيشكروها جدا وبعدها هي بتاخد بعضها وتمشي. بعدها كوتوكو وكورو بيركبوا العربيه وبيمشوا من المكان ده. كورو بعدها بيقول لكوتوكو انت المفروض تكذبي يعني ولا ايه، ما كنت تقول لهم بالحقيقه وخلاص. تقول لهم الدميه اللي فوق متلبسينها يوكاي شرير. هي تقول ما عنديش مانع اقول له الحقيقه بس هو يخاف، انا مش عايز العبهم على الفاضي، انا بهدم الدميه دي لوحدي فمش لازم اقول لهم. كورو بعد يسال سؤال يقول لها طب ايه حوار الدميه دي. هي تقول له الدميه دي مصنوعه من الاف السنين ومفروض اصلا مصنوعه عشان الشر لا غير، عشان يوكاي شرير يتلبسها، وده كله عشان غلط واحد اللي هو تلاقي ماسكه ليه، واول لما يحب يستريح فيه واول لما يطلع يبدا يأذي في الناس، بس ما تستنش بقدراتهم هم اقوياء جدا كمان. كورو بعدها بيسالها كمان سؤال يقول لها اليوكاي ده كان عمال يهبد ليه. هي تقول له اليوكاي ده كان رحيم جدا اصلا اللي هو ما قتلهمش، ده كان بيهبد بس عشان هو بيحب كده لا غير. المهم علينا احنا دلوقتي هنروح مكان الدميه هنروح لها في الغابه عشان نقتلها، وبيطلع الدميه دي ما بتطلعش الا في نص الليل حرفيا، فهم دلوقتي في عز الليل فعشان كده نروح للدميه عشان يبدا يقتلوا اليوكاي اللي جواها. وفعلا اول ما يوصلوا عند الدميه اليوكاي بيطلع منها على طول. اليوكاي بيفضل يضرب كوتوكو بكذا ضربه ولكن كوتوكو بيفضل يصداها، ولكن احدى الضربات اللي بتيجي في كورو وايده بعدها على طول بتتكسر، ولكن على طول كورو بيشفي نفسه في ثانيه واحده، وبعدها بيجهز نفسه عشان يقتله، ولكن الراجل التاني بيغفله وبيديه ضربه قويه جدا في رجليه. بعدها بيكمل عليه وبيهرس في وشه وحرفيا بينامه في الارض. بعدها كورو بيروح يهجم عليه ويمسك ايديه، ولكن اليوكاي بيهجم عليه بالقرن بتاعه وبيقتله المره الثانيه. كورو بعد ما يموت على طول بيشوف المستقبل، بيشوف احسن طريقه يقتله بيها، وفي
وفي الاخر بيغير المستقبل ويبدا يخطله من اول جديد. بعدها على طول بيروح يجي مع من اول جديد ويمسكه من رجله وبيوقع اليوكاي على ظهره. بعدها بيبدا يمسك اليوكاي من زوره ويبدا يخنق فيه. بعد ما يبدا يخنقه اليوكاي على طول بيقوم وبيرزع كره في الارض وهو اللي يبدا يضحك في دماغه. بتجيب العصايه اللي معاه وبتغصه في رقبته وتعمل خرم في رقبته كبير جدا. وفي الاخر اليوكاي بيموت. وبيكون في تلك الاثناء في منطقه تانية خالص بيكون في اتنين ماشيين على احدى الجبال التليج، والاتنين هما ماشيين مع بعض واحد بياخد ضرب التاني وبيرميه من على الجبل، وده كله بس عشان يقتله. وفعلا الواد اول ما يقع الوقعه دي كلها بيتاثر جامد، ولكن بسبب التلج جسمه ما بيتفعصش خالص. ولكن بعدها بيلاقي جسمه تلج مره واحده. بعدها طول بتظل بنت غريبه وبتكون هي احدى اليوكاي، فبتقول انت ماشي مع واحد بيغدر بيك ليه؟ هو يرد عليه يقول لها مش فارقه يعني، كل الناس غدروا بيا اصلا، يعني مش هو الوحيد اللي غدر بيا. هو بعدها يقول لها انت مين بالظبط؟ هي تقول له انا احدى اليوكاي وانا اسمي مرات التلج. هي بعدها تقول ما فكرتش يعني في حياتك ان انا انقذك او اي حاجه؟ وبعدها بتعمل جبل من التلج وبتحميه، تقول له الجبل ده يحميك بس ليوم واحد لغايه ما تمشي من المكان ده وهيدفي جسمك الجبل ده. بعدها بتسيب له بطانيه عشان يتدفى بيها، وبعدها بتاخد بعضها وتمشي. وبعدها بيوم بالظبط هي بتروح له نقله جديد، بعدها بتشيله وبتطير بيه عشان توصله لغايه منطقه البشر. وبيكون في نفس الوقت صديق الراجل ده بيكون عند الشرطه وبيكون بيبلغ الشرطه ويقول لهم وكنت ماشي معاه على الجبل لقيته مره واحده سقط من غصب عنه وهو على طول واقع من على الجبل ومات وجثته هناك، بس انا خفت انقذه فعشان كده هربت. ولكن في ساعتها الواد بيتدخل ويقول لهم هو اللي وقعنا على الجبل يقبضوا عليه. بعدها الشرطه فعلا بيمسكوه بيقبضوا عليه. امال بعدها على طول بياخدوا الواد التاني ويودوه لغايه المستشفى عشان يروح يتعالج هناك. الواد بقى هو في المستشفى محقق بيجي يحقق معاه يقول له هو الواد ده وقعك ليه؟ هو قال له بصراحه ما اعرفش، انا كنت بعتبره من اعز اصدقائي بس ما توقعتش لو يعمل فيا كده. الشرطي بعدها يقول له انا عرفت كل حاجه. الواد اعترف بيقول له كان عايز يقتلك عشان هو كان متغاظ منك جامد. كان في بنت هو كان بيحبها جدا ولكن هي كانت بتحبك وانت كنت جارف لها على الاخر. بعدها الراجل بعدة ايام جسمه اتشاف على الاخر. بعدها بيروح يأجر بيت في جنب الجبل كده، وهو ماشي في احدى الايام في احدى الشوارع بيلاقي مرات الترجي من اول جديد. اول ما يشوفها على طول بيروح يسلم عليها. هو بعدها يقول لها انت مختلطه قوي بعالم البشر، اما توقعتش الكائنات اللي زيكم تختلط يعني. هي تقول له فعلا ما حدش مننا بيتخلط في العالم ده، بس انا الوحيد اللي بعمل كده، طالما ما حدش شاكك فيا يبقى كده زي الفل. هو بعدها بيقول له انا عايز اشكرك على اللي انت عملتيه، عايزين اجيب لك اي حاجه؟ هي تقول له صحيح فكرتني، انا كده كده بحب منطقه البشر دي وبحب اكلهم جدا، بس المشكله في حاجه اسمها قصائم وحاجه اسمها عروض وحاجات وانا لو عليا اشتري اي حاجه وخلاص وامشي، بس هم بقى بيعقدوا الدنيا وبقى اغلب الناس بيدفعوا بالفيزا وانا ما عدتش فاهمه اي حاجه. بقى الحاجه الوحيده اللي بعرف اشتريها بسلام هي الايس كريم. هو قال لها خلاص تعالي معايا، انا كده كده استاجرت بيت جنبي اهو، لو انت عايزه تيجي تعيشي معايا تعالي وانا هبقى اجيب لك الاكل كل يوم على حسابي. هي بعدها تقول له ماشي ما عنديش مانع، هاجي اقعد معاك يوم اما اكون عايزه. هما بعدها بياخدوا بعضهم يروحوا للبيت. بعدها بيوصلوا لغايه البيت وبقعدوا مع بعض شويه، وبيفضل الحوار ده على مده كذا يوم. بتفضل كل فتره بتيجي تعدي عليه وتقعد معاه شويه، وبعدها بكام يوم بيجي له اتصال من احدى اصدقائه، وبتكون بتدي احدى اصدقائه في الشركه. هي تقول له انت عايش فين دلوقتي؟ هو يقول انا عايش لوحدي بعيد، عايزك بس تهتم بصحتك. وبعدها بتقفل السكه. هو بعد ما يخلص المكالمه بتاعته بيروح مع مراتي الترجي من اول جديد يقول لها صحيح انا كنت عايز اسالك سؤال، انا على طول بشوفك بتاكل اكل جدا، انا فكرتك بتذوبي من الاكل ده بس انت طلعت العكس خالص. هي تقول له الهبل ده اكيد اشاعات، وكده كده اصلا البشر عارفين عني ولكن شايفين ان انا اسطوره لا غير، بس انا موجوده اصلا. انت اكيد كنت عارف حاجه اسمها مرات التلج ولكن ما كنتش عارف يعني ايه يوكاي، وانا اصلا يوكاي لا غير، ولكن انتوا مسموني مرات التلج عشان بتحكم بالتلج لا غير. وزائد ده كنا طالبه من السيده بتاعتنا اللي انا اختلط بيكو، وقالت لي بس انا ما اعرفش الناس اللي يوكاي لا غير. وبعدها بيوم بالظبط يصحى من النوم ويعمل نفسه فطار، ولكن ما بيعمل نفسه فطار بيجي احدى الاشخاص بيخبط عليه، فعلى طول بيروح يرد عليه وبيعرف اللي هو احدى الشرطه. بعدها الشرطه بيخش بيته ويبدا يتكلموا معاه، يقولوا مراتك عرفنا ان هي ماتت وماتت موته بشعه جدا، ماتت وهي مسحوقه الراس، فعشان كده بدانا المهمه بتاعتنا. دلوقتي برضك المحقق مش بيحقق معاك انت بس. بعدها المحقق يقول له عايز اعرف منك قبل اي حاجه ايه سبب الطلاق بتاعكم بس. هو يقول له حصل من كذا سنه، كنت رايح للشركه بتاعتي زي كل يوم اللي انا اسستها، وكان مديني مشروب عشان اشربه ولكن ما كانش بتعمل معايا كده على طول يعني، ولكن كنت هشربه انا في البيت، ولكن على اخر لحظه جالي اتصال وطلع احد الموظفين اللي معايا في الشركه، فعشان كده حطيته في جيب المشروب ورحت للشركه. وفي الاخر لما فتحت للشركه بدات اشرب المشروب، واول ما دخلت الشركه قام مغمى عليا، ولكن في الاخر المفعول بتاعها نفع، ولكن من حظي ان انا ما اتاثرتش جامد. بعدها رحت لمراتي وسالتها على اللي حصل، هي اعترفت بعدها على طول بكل حاجه، وبعدها طلقتها وما عدتش بكلم معاها في اي حاجه. بعدها المحققين بيسالوا سؤال يقولوا له هي كانت عايزه تقتلك ليه يعني؟ هو يقول لهم كان عايزه تورث الشركه بتاعتي، ولكن في الاخر خد نص ثروتي عشان كده طلقتها، ولكن انا في الاخر اصلا ما بلغتش عنها ولا اي حاجه. المحقق بعدها يقول له عايز اقول لك بقى حاجه كمان، اللي زوجتك قبل ما تموت كانت كاتبه في ورقه في بيتها اللي انت حاولت تقتلها قبل كده، وانت طول عمرك كنت بتجري وراها عشان تقتلها ولكن ما عرفتش. هو بعدها يرد عليهم ويقول لهم خليهم يكتبوا زي ما هم عايزين، المهم ان انا ما عملتش اي حاجه. المحقق بعدها يقول له في دليل كمان، يقول له الدليل قبل ما تموت
كانت كاتبه كتاب على ايديها عن اسم الشخص اللي قتلها، وكتبت اسم الشخص في اللحظه لما كان بيهجم عليها وتقول له كتبت اسمك. بعدها المحققين بيقوموا من مكانهم ويقولوا له تعالى معايا، وهو فعلا بيرد عليه يقول له حاضر وبيروح معاه. امراه التلج بعدها على طول بتكلم السيده بتاعتها اللي هي كوتوكو وتقول لها ساعديني والنبي، وفعلا الرساله بتيجي لكوتوكو وكوتوكو بترد عليها فعلا، ولكن هو بيرجع من اول وجديد. امراه التلج اول ما يشوفها على طول بتفرح جدا، بعدها يقول لها اعترفت بكل حاجه هنا وعرفتهم ان انا ما قتلتش، ولكن مع ذلك شاكين فيا، ولكن هم ما عندوش اثباتات كتير ان انا قتلتها، هم كمان كام يوم وهرجعوا لهم من جديد عشان هم شاكين فيا. هو بعدها يقول لها هي مساله وقت بس لا غير اللي انا اتسجن، عشان كده انا عارف اللي هو مش انا اللي قتلتها، ولكن في الاخر مش هيلاقوا اي حد قتلها غير انا، فانا في اليومين دمت هبدا ابحث عن القتل بنفسي. هي بعدها تقول له ماشي اعمل اللي انت عايزه، تعالى بقى اما اعمل لك شويه اكل. بعدها بتعمل له اكل وهو بياكل فعلا، ولكن بنلاقي الاكل ني على الاخر حرفيا. وفي الاخر بعدها بتقول له طب خش نام بقى دلوقتي وبكره ابحث عن القاتل. وتاني ما على طول الفجر على طول الصبح على طول بيقرر انه ياخد بعضه ويمشي، ولكن بيطلع ليه هدته واكلته ونيمته وده كله بس عشان حاجه واحده بس، لغايه اما السيده بتاعتها تيجي اللي هي كوتوكو. فهي بتروح له وتقول له السيده بتاعتنا جت عايزك بقى تروح عشان تقابلها. بعدها بتشيله وبتوديه لغايه السيده بتاعتها. امراه التلج لما تشوف كوتوكو على طول بترجع لها احتراما ليها وتقول لها شكرا جدا انت جيت لغايه هنا عشاننا بس، وهي فعلا بعدها على طول بتشرح له الموضوع من اول وتقول له متاكده 100% لو ملوش اي ذنب في الموضوع ده عشان انا عارفاه. انا رحت الموقع الجريمه واستدعيت اليوكاي اللي كانوا موجودين في المكان ده وسالتهم على الجريمه دي، وهم كانوا شايفين الجريمه من اولها لاخرها، والشخص اللي قتل مش هو خالص، دي واحده معاه في الشغل. يقول لها طب مين اللي كتب على ايديها بقى؟ ده كتبت على ايديها اسمي. هي ترد عليه تقول له لا هي اصلا ما كتبتش اي حاجه، ده البنت اللي قتلتها هي اللي كتبت الكلمه دي عشان توقع الشكوك عليك. هو بعدها بيسالها سؤال يقول لها مين اللي قتل طليقتي؟ هي تقول زي ما قلت لك ما اعرفش، بس هي كانت شعرها اصفر. هو في ساعتها بيجيله شخص واحد في دماغه بس اللي هو ازواكا. هو بعدها على طول بيجيله اتصال من ازواكا ذات نفسها وبتكون بتتصل بيه عشان تساله على حاجه، ولكن هو بيجاوبهاش خالص. كوتوكو بعدها تساله سؤال تقول له هي بتكرهك او حاجه؟ هو يقول لها لا طبعا عمري ما حسيت منها باي كره. وفي نفس الوقت ده هو كور بيعدي عليهم وبيكون جاي عشان كوتوكو. طبعا كل اليوكاي اول ما يشوفوها على طول بيطلعوا يهربوا، ومرات الزرقاء اول ما تشوفها على طول بتفضل تعيط من كتر الرعب، وعلى طول بتمسك في الراجل اللي معاها وتقول له يلا نهرب بسرعه. هي تقول له انا خايفه من الواد ده وحش قوي، ولا انت بتهزري ولا ايه؟ ده اجمل مني مليون مره، وزائد ده كله ده اصغر مني بكتير. هي تقول له عشان هو كان 2 يوكاي والاتنين يوكاي دول اقوياء جدا، وزائد ده كله اشرار. بعدها على طول بتشيله وبتشكل كوتوكو وبتاخد بعضها وتمشي. بعدها كوتوكو بتستدعي احدى اليوكاي بتاعها وبعدها على طول بيركبوا عليه وبيطيروا في السماء. كوروها قاعد مع كوتوكو بيسالها سؤال يقول لها البنت اللي قتلت مراته دي هي قتلتها ليه بالظبط؟ كوتوكو تقول له انا عارفه بس ما رضيتش اقول لهم، هي قتلتها بس عشان حاجه واحده، عشان دمرت حياته، وزائد ده كله كانت عايزه تمشي معاه عشان كانت بتحبه جدا، ولكن هو رفض. قال لها خليكي هنا انا عايش لوحدي، لو انا جبتك معايا افضل قلقان عليكي طول اليوم، فيبقى احسن لك تقعدي هنا بقى. فاول ما تشوف اللي هو زعلان بتعرف اللي هو زعلان من سبب مراته بعد ما كانت عايزه تسممه، فعشان كده قررت اللي هي تقتلها بنفسها. وفعلا بعدها طول راحت لها وقتلتها بالشاكوش اللي معاها، وفي الاخر كتبت اسم الواد اللي بتحبه، ولكن اصلا ما كتبتش اسمه كله، كتبت بس ماسك. بس الشرطه قالوا ماسكي عشان هم حسوا للضحيه كانت عايزه تكتب كده قبل ما تموت ولكن ما لحقتش. وبعدها بعدة ايام بتيجي راس السنه، فعشان كده على طول الكوتوكو بتاخد كورو عشان يحتفلوا مع بعض. هما بقى بعد ما يخلصوا الاحتفال بتاعهم بيفضلوا يتكلموا عن ريكا. كوتوكو تقول نفسي اعرف ريكا دلوقتي بتعمل ايه وهي فين دلوقتي. كورو بعدها يرد عليها ولا ما تقلقيش الزمانها بتعمل اي حاجه، بس حاجه اكيد احنا مش راضيين عنها. كورو بعدها يقول لها صحيح، اما هي باتت عندك اخر مره شعرت منها بايه بالظبط؟ هي تقول ما شعرتش منها باي حاجه، شعرت منها بس شويه، وزائد ده كله كانت متغاظه مني برضه. كورو بعدها يقول لها طب انت كنت متغاظه ليه؟ هي تقول له عشان انت بتحبها جدا، وزائد ده كله كمان هي كانت متغاظه مني عشان حاجه واحده، عشان هي بتحبك اصلا. وبيكون في نفس الوقت ده ريكا قاعده في البيت بتاعها اللي هي مأجراه، وبتكون عماله تاكل في احدى الاكل بتاعها، وبعد ما تخلص الاكل بتاعها بتقوم تاخد بعضها وتطلع بره، وبعدها بتسلم على صاحب الشقه. بعدها حبيبه الواد ده بتحضر، بعدها على طول هو بيعرف عليها. هي تقول له طب خلاص انا سيبكم مع بعض دلوقتي، انا هاخد بعض دلوقتي وهمشي عشان في مسابقه احصنه واللي هيكسب هياخد 2 مليون ين. بعدها هي بتودعهم وتاخد بعضها وتمشي. البنت حرفيا بتمشي خطوتين وبعدها على طول بتداس، بتنطل لاخر الشارع وبتبدا تنزل جامد جدا. صاحب المكان بيقول لحبيبته اتصلي بالاسعاف بسرعه انا هروح اشوف حالتها دلوقتي. هي بتقول له حاضر وفعلا بتتصل بالاسعاف. اما بقى الواد بيجري عليها ولكن بيلاقي ست جنبه وبتقول له البنت دي انقذت حياه ابني ولكن هي اللي اتدست بداله. هو بعدها طب بيروح لها ولكن هي في ساعتها بتقوم وتقول له بخيل ما تقلقش. يقول لها ايه الهبل ده انت كنت عمال تنزفي دلوقتي؟ تقول له ما تقلقش ما تقلقش ده كام اصابه كده ولكن هتعالج بسرعه منهم. الواد بعد ما يطمن على صحتها يقول لها ماشي خلاص انا هسيبك دلوقتي. بعدها بياخد بعضه ويخش بيته. هو قاعد في البيت بيحمد ربنا جدا اللي هي ما ماتتش، يقول لنفسه لو كانت ماتت هتكون الرابعه في البيت ده كله تموت، مش كل شويه اجيب سكن للبيت الاقيه ماتت. هو بعدها بيقعد على التلفزيون شويه وبيفتح سباق الاحصنه وبيشوف قدام ريكا اللي هي لسه مخبوطه دلوقتي وبتكون عامله سابق في المسابقه دي. يقول لنفسه للدرجه دي سليمه
وما اتأثرتش يعني اثر خفيف حتى. بعدها مره واحده بتصدم اللي ريكا كسبت واخدت المال في المسابقه كله. يقول لنفسه بجد البنت دي احظ واحده شفتها في حياتي. بعدها بعدة ساعات بتكون وصل لغايه البيت بتاعها، ولكن لما بتخش البيت بتروح لصاحب البيت اللي مأجر لها وبتروح تديله شويه اكل غالي وتقول له شكرا جدا ان انت انقذتني، اما انا اتدست ولكن انت لحقتني على اخر لحظه. هو بعدها يقول لها ما ينفعش امشيكي، تعالي ادخلي معايا الشقه شويه، كده كده مراتي جوه وعاملين كميه اكل حلو جدا، تعالي كلي معانا. هي فعلا بتقول له ماشي هقبل العزومه بتاعتك، وبتخش معاه جوه فعلا. هي وقاعده معاه وتقول له انا عايز اقول لك حاجه، انا خدت الشقه بتاعتك دي مسليه عشان زي ما انت عارف اللي فيه 3 قبلي اصلا كانوا فيها. هو يقول لها مش عارف اصلا حظ الشقه دي، كل ما اجيب حد لازم ينتحر يا اما يموت. تقول لهم شكلهم ماتوا بسبب مرض نفسي او اي حاجه. رجع بعدها تسال صاحب المكان سؤال، تقول له الراجل الاول اللي انتحر في المكان ده انتحر. هو يرد عليه يقول لها ده كان في الاربعينات وكان عنده مشاكل ماديه جدا في الشغل جدا، وكان بسبب الضغط النفسي اللي عليه قال له هو ينتحر. هي بعدها بترد عليه امال بقى ايه التاني والتالت دمت. هو يرد عليها ويقول لها في واحده تانية جت بعد على طول بشهر كده او حاجه، جت اجرت الشقه والولايه دي كانت فقيره جدا فعشان كده خدت الشقه دي، وكانت بتعاني من حاله ماديه كبيره جدا، وزائد ده كلها كانت متجوزه ولكن اتطلقت خلاص عشان جوزها ما عادش عايزها، وهي قاعده عادي في البيت بتاعها لقينا مره واحده ريحه معفنه جدا طالعه علينا، فعشان كده رحنا شفنا الريحه دي ولكن لقيناها منتحره. والتالت برضه كان في اواخر العشرينات وداخل الشقه بتاعتنا، وبعد عده ايام كده وفي نص الشهر لقيناه مره واحده منتحر. وانت ما حصل لك الحادثه دي قلت خلاص انت هتموتي كده. بعدها مرات صاحبه المكان بتسالها سؤال، تقول لها اغلب الناس اللي بيجوا هنا اما يكونوا عندهم امراض نفسيه اما عندهم حاجه معينه عشان كده بينتحروا، انت ليه جيت هنا بالظبط؟ وزائد ده كنت بقيت غنيه جدا. هي تقول لهم انا مش جاي هنا عشان الفلوس، لا على الفلوس انا معايا كتير جدا، اما انا جاي هنا بس عشان حاجه واحده، عشان ابن عمي اللي انا بحبه طول عمري مرتبط بواحده دلوقتي فحسيت لازم اكون بعيد عنه. وزائد ده كله مش عايز اقابل حبيبته التاني عشان بكرهها جدا. هي بعدها بتشكر عن الاكل وبعدها تدخل غرفتها، وفي نص الليل بتروح تعدي عليه وتقول له معلش انا همشي من المكان ده دلوقتي عشان لسه جاي لي خبر دلوقتي اللي ابن عمي وحبيبتي جايين هنا، فلو جالكوا اي حاجه ما عنديش مانع تقول لهم ان انا كنت هنا بس ما تقول لهمش على كل التفاصيل عشان كده كده لو كذبت عليهم هم كده كده يعرفوا. تقول لهم ان شاء الله بقابلكم بعدين تاني، وبعدها بتاخد بعضها وتمشي. وبعدها فعلا بعد الساعات كله بيوصل لغايه هنا وبيكونوا عمالين يدوروا عليك وبيشوفوا هي بتعمل ايه بالظبط عشان بيكونوا قلقانين جدا منها، وعلى طول بيسالوا صاحب المكان وتقول له الرجا فين، ولكن يقول لها كانت قاعده هنا ولكن مش من يوم بالظبط بس ما اعرفش راحت فين. وتقول له عايز اطلب منك طلب صغير بس اللي انت تدخلني الشقه بتاعتها وفتشها شويه. هو يقول لها ماشي تعالى خش الشقه. وفعلا هي بتدخل الشقه وتبدا تبحث في الشقه في كل حته عن اي حاجه تدلها على مشروعها الجاي، ولكن في الاخر ما بتلاقيش اي حاجه. فعشان كده بتشكر صاحب المكان تقول له خلاص شكرا كده انا ما لقيتش اللي انا كنت بدور عليه، فعشان كده هاخد بعض وامشي دلوقتي. وتقول له صحيح قبل ما امشي نسيت اقول لك حاجه، انا سمعت التلاته كانوا قاعدين هنا ولكن انتحروا كلهم واحد ورا التاني. في ساعتها بيقاطعها ولا عرفت الكلام ده كله ازاي؟ تقول له مالكش دعوه اسمع بس وانت ساكت. هي بعدها تقول له اول واحد انتحر كان بسبب حاله نفسيه لا غير، وكان انتحار عادي، اما الانتحار اللي بعده كان اسوأ بكتير من اللي قبله. تاني واحده مأجرة عندك على طول انتحرت بعدها على طول بكام شهر، وكانت البنت اللي كانت مطلقه من جوزها وكانت عاشت هنا وكانت اتطلقت بسبب الحاله الماديه اللي كانت عندها. والشخص التالت اللي انتحر عندك ده انتحر وكان غريب جدا، انتحر من تأنيب ضمير لا غير عشان الراجل ده اهو يبقى جوز البنت اللي انتحرت اخر مره، ولكن حس بتأنيب ضمير اللي هي انتحرت بسببه، فعشان كده حاول يهرب من المكان اللي عايش فيه عشان ما يفتكرهاش. وحتى القدر بتاعه خلاه اللي هو ينتحر في المكان ده، حتى في المكان اللي هي موتت نفسها بيه. هي بعد تقول له دي كل حاجه، انا دلوقتي باخد بعض وامشي دلوقتي عشان متاخره. وبعدها بيوم بالظبط بيكون في احدى السيدات قاعده مع القط بتاعها، واخي القط بتاعها ده مش عادي خالص، قط من اليوكي، فهو بيكون قاعد معاها ويقول لها انا عمري ما شفتك هاديه في حياتي، لازم تتمرني او تعملي اي حاجه. هي تقول له انت اخرس انت بالذات، ده انا اول مره اشوف قط اصلا زيك بيشرب كحول، انا كنت من كتر الصدمه كنت هموت، وزائد ده كله اصلا ازاي كنت بتتكلم في وقتها. هو بعدها يقول لها عشان انت ما كنتش عارفه اليوكي، لو انت كنت عارفه عنهم اي حاجه كان زمانك ما صدمتيش، عرفت انا من اليوكي لا غير. بعدها بتقول له خلاص انا هاخد بعض وامشي دلوقتي، هطلع اجري في المدينه شويه. القط بعدها يقول لها ماشي باخد حذرك بقى عشان لو مشيت محدش هيجي ياكلني ويشربني. وهي فعلا بعدها تطلع تجري في المدينه، بتفضل تجري لغايه ما توصل لنص المدينه في الاخر، وبتقابل شويه اشخاص كانوا بيصطادوا شويه سمك، ولكن بيلاقوا كل السمك ميت وعايمين على الشاطئ. فهي اول ما يشوفهم مجتمعين فعشان كده على طول بتروح لهم تقول لهم مالكم مجتمعين كده مع بعضيكم. واحد من الاشخاص بعدها بيتكلم يقول لها السمك كله ميت، احنا كلمنا الجامعه بتاعت الابحاث بتاعت المدينه دي وقلنا لهم على المشكله بتاعتنا، وهم على طول بحثوا في كوس اسماك ولكن ما عرفوش هي ماتت بسبب ايه، شايفينها اللي هي موضه عاديه جدا من سبب اعضائهم الداخليه. هي تقول لهم انا كنت عارفه اللي ده هيحصل اصلا عشان السنه اللي فاتت كان اكتر سنه جمعتوا فيها فلوس وبعتوا كميه اسماك كتيره جدا، ده انتوا بعتوه ب 10 اضعاف كنت متوقع اصلا تخسروا في سنه، فانت اكيد يعني لو نجحت في سنه كتير جدا زياده عن الطبيعي اصلا انت السنه اللي بعدها هتخسر جامد، وده الخساره جات لكم، بس انتوا استمروا لا غير، انتوا مع الوقت هتنجحوا، كملوا صوت وكل حاجه وان شاء الله كل حاجه ترجع زي ما
مكانها. بعدها بتكمل جري في المدينه وهي عماله تجري تفضل تفكر في زنتا. وطلع زنتا ده عباره عن شخص كبير جدا متجوز ومخلف، وولاده ذات نفسهم متجوزين ومخلفين، واحد احفاده ده كان بيحبه جدا لدرجه ان هو كان بيحبه اكتر من ولاده ذات نفسهم. وبرده كان حفيده برده كان بيعشقه جدا، وكان كل فتره كان بيجي يزوروه. ولكن المره دي كان قاعد معاه يومين، ولكن في اليوم الثالث حفيده عمل حادثه، والحادثه دي خلته اللي هو يتصاب جامد جدا. ولكن هو ما ماتش على طول كده، عشان بعد ما اتخبط كان لسه عايش، فعشان كده على طول خدوه عشان يودوه المستشفى. ولكن هو في الطريق لقوا زحمه كبيره جدا والعربيه ما عرفتش تعدي، علشان كده الطفل بيموت. زنتا بقى هو في الموقف ده حرفيا كره حياته كلها لدرجه غير طبيعيه، وفضل قاعد في بيته ما اتحركش من مكانه حرفيا لغايه اما جه يوم المحاكمه. بيكون المحاكمه بتحاكم الناس اللي دست الواد الصغير وقتلته، ولكن عشان هم كانوا شباب وقاصرين فعشان كده ما استجنوه، ولكن دفعوا غرامه. ولكن هو خد الفلوس ولكن ما عملش بيها اي حاجه، وفضل برضك في اكتئاب، وفضل يلعب لغايه اما يوم ما مات اصلا. بعدها بتلاحظ ان في شخص عمال يجري وراها، وبعدها هو بيسال سؤال يقول له انا حاسس ان دي لعنه زنتا، هو اللي عمل ده كله ولا لا؟ هي تقول له ما اعرفش، ما تسالنيش انا بالذات. هي بعدها تقول له اكيد زنتا ما عملش اي حاجه، هيعمل ازاي اصلا حاجه وهو ميت؟ هو بعدها يقول لها انت اكيد عرفت بالدوبين اللي هو عملها. هي حرفيا لو تسمع منه كده على طول بتوقف الجري بتاعها. وهي بعدها تفتكر يوم ما كانت قاعده مع زنتا، وكان عمال زنتا كان عمال يحفر في خشب، وكان عمال يعمل دميه كبيره، وكان على طول كان كل يوم بيصحى من النص بس عشان يعملها لا غير. وهي في احدى الايام دخلت تطمن عليه لقيته بيعمل الدميه دي، فعشان كده سالته قالت له بتعمل ايه؟ فهو رد عليها ولا انا بلحق دميه، وده اللي هيجسد جسد حفيدي. السيده العجوزه بعدها تكلم الراجل اللي وراها وتقول له انا افتكرت الموضوع ده، بس اكيد يعني الدميه مش هتعرف تتحرك، هو اللي انا معاكي في الحته دي، بس انا حاسس ان الدميه دي اللي بتتحرك وهي اللي بتاذي الناس اصلا. تقول له حتى لو صنع الدميه دي هو عمره ما يعرف ياذي حد، طول عمره اصلا كان بيخاف من الدم. بعدها الست العجوزه بتاخد بعضها وتمشي وبتخش البيت بتاعها، وبتلاقي يوكاي القطه معاه يوكاي تاني، فعشان كده اليوكاي التاني على طول بياخد بعضه ويمشي. فهي بعدها على طول بتروح لزعل يوكاي القطه وتفضل تشتم فيه وتقول له مش ناقصه ام قرف على الصبح، وتقول له انا قلت لك مليون مره انا مش بطيقك اصلا وسايبك بس عشان انت قاعد معايا لا غير، عمال بقى ما تجيبليش صحابك واخواتك والكلام ده. هو بعدها يقول لها ما تقوليش كده انا قاعد معاكي بس. بعدها الست العجوزه تسال يوكاي سؤال تقول له انت اكيد عارف الدميه بتاعت زنتا؟ هو لا سمعت عن الدميه دي. هي بعدها تقول له الدميه دي بتتحرك هو لا ما اعرفش بصراحه، يمكن بتتحرك فعلا. هي بعدها تقول له عايزك تقول لي كل حاجه عنها. يقول لها اليوكاي اللي انت شايفاه دلوقتي اللي هو انا. اليوكاي دول مخلوقين من حاجه واحده، من الكره والحسد والحب والكلام ده كله، من مشاعر الانسان عامه. اغلب اليوكاي بيكون طيبين، فالدميه دي اتحولت ليوكاي، واليوكاي ده شرير، وعلى طول بينزل عند البحر ويبدا يقتل في السمك عشان يبيد السمك كله ومحدش يجي هنا سياحه، وزائد ده كله بيوصل الاقتصاد بتاع المنطقه دي. لو انت عايزه تيجي تعال اوريهولك. وهي فعلا بعدها الساعه بتنزل معاه، وهي اول ما تنزل بتلاقي كل اليوكاي قدامها. بعدها على طول تقول لها هو جاي دلوقتي اهو. بعدها مره واحده بتلاحظ كائن غريب شبه الغوريلا بالظبط كده بيروح يجي مع الدميه. على طول بتقول له الكائن ده، هو يرد عليه يقول لها يوكاي، ولكن يوكاي طيب. وبعدها على طول بيظهر سرطان كبير وبيهجم مع الدميه، ولكن الدميه بتكهرب السرطان كهرباء شديده جدا لغايه حرفيا لما كان هيموت، ولكن هو وقف نفسه على اخر لحظه. الغوريلا بتهجم على الدميه ولكن الدميه بتتفادى الضربه بتاعته، وبعدها هو بيهجم عليه بالكهرباء ولكن الغوريلا بتحدف عليه الخشبه، فالخشبه بتيجي في الكهرباء بداله. الغوريلا بعدها على طول بتنسحب هي والسلطعون عشان هم قدامه ولا اي حاجه. بعدها الدميه بتنزل لاعماق البحر وتبدا تكهرب في الاسماك. القط بعدها يقول للسيده اللي معاه دلوقتي شفت كل حاجه، واحنا ذات نفسنا اليوكاي عايزين نقتله ولكن مش عارفين عشان ده يوكاي شرير، ولكن ما تقلقيش الموضوع ده اتحل بسرعه عشان السيده بتاعتنا هتيجي كمان كام يوم. يقول انا عايزك بس تخليها تقعد عندك لمده كام يوم لغايه بس ما تهزم الدميه دي وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. هي تقول من غير اي حاجه انا كده كده عايز اخلص من الدميه دي. وبعدها بيوم بالظبط كوتوكو بتروح له وبتيجي لغايه اليوكاي بتاع القط، وعلى طول بتفضل تفعص في وشه وتقول له انت ما قلتليش ان انت بتكلم البشر، انت عارف لو ما كانش معايا حبيبي دلوقتي كان زماني قتلتك حاليا. هو بعدها بيعتذر لها جدا ان انا اسف، بس انا عرفت ان هي عجوزه كبيره جدا، فهي لو قالت لاي حد عني او اي حاجه فما حدش هيصدقها وهيقولوا ان هي عجوزه بتخرف يعني. بعد الست العجوزه بتدخل كوتوكو بيتها وتشرح لها كل حاجه من اول لاخر. هي بعدها تقول لها ماشي، اول حاجه اللي دي حاجه نادره جدا عشان دميه اصلا او حاجه شريره تعرف تتحرك من اليوكاي. كوتوكو بعد تسال سؤال تقول لها انا سمعت منك حاليا اللي الدميه بتطلع كهرباء من ايده، ازاي هو بيتحكم بالكهرباء؟ هو بيتحكم بالكهرباء من ايده علشان ايده فيها حجر من السماء. هي بعدها تشرح له ازاي هو لقى الحجر ده. تقول لها بعد ما حفيده مات على طول بدأ يتمشى في الغابه عشان يوصل لنصها عشان ينتحر على طول. تقول لها هو لاحظ ان في حاجه نازله من السماء وبتكون عباره عن حجر، فبيقرر انه ياخده معاه البيت، ولكن اول ما يحطه وبيصحى تاني يوم بيلاقي جسمه اتشفى. هو بعدها على طول بيحس ان الحجر ده بيحقق الامنيات، فعشان كده على طول كان بيعينه عنده وما كانش بيطلعه من البيت ابدا. وبعد كميه اشهر بعد ما حفيده مات اما بدا يصنع الدب حط الحجر في ايديه. كوتوكو بعدها تشكر السيده العجوز وتقول لها شكرا جدا على المعلومات دي. تقول لها ما اعرفش بصراحه عن القوه الخارقه دي، بس بالتالي من القوه الخارقه دي مش موجوده هنا، مش موجوده عند اليوكاي عامه، بس يمكن نازله من كوكب في قوه خارقه او حاجه، بس لو انت
تفكر الحجر ده بيحقق الامنيات او حاجه، فهو لا طبعا. بس برضك محدش يعرف برضك الموضوع ده ايه. هي بعدها تقول لهم طب انتوا هتهزموه ازاي؟ هي تقول له حاجه بسيطه خالص، هنخليه يمشي لغايه اتجاه معين وبعدها نوقعه في الفخ بتاعنا وبعدها على طول هو يقع في الارض ونقطع ايديه عشان ما يعرفش يستخدم سحر الكهرباء تاني. اكيد هو مكتوب عليه الاشخاص اللي قتلوا حفيده، يعني دلوقتي لو قتلنا الدميه الاشخاص اللي مكتوب عليهم اسمهم هيموتوا على طول. ده اللي قلقنا منه بس لا غير. هم بعدها على طول في نص اللي بياخدوا بعضهم يجهزوا نفسهم، والدميه اول ما تيجي على طول كله بياخد بعضه ويروح لها وبيكون بيقاتلها بس عشان يستدرك لغايه مكان معين اللي هو مكان الحفره. ولكن اول ما يروح للدميه على طول الدميه بتهجم عليه بسحر كهرباء وعلى طول بيقع على الارض ميت. بعدها بيطلع يجري بعيد عنها عشان تجري وراه، ولكن هي بتهجم عليه وبتصعقه وبيموت. ولكن المره دي كله اول ما يصحى بيكون شاف المستقبل وغير المستقبل للطريقه اللي هو عايزها. وفي الاخر الدميه فعلا في الاخر بتعدي قدام المكان اللي هو عايزه تعدي منه وعلى طول بتقع في الحفره. وعلى طول بعدها على طول الفخ بيمسك ايديه وبيربطها، وهو بعدها على طول من لغايه الدميه عشان يشوف الاسامي المكتوب عليها. وفعلا بيلاقي الاسامي بتاعت الطلاب اللي قتلوا الحفيد بتاعه. بعدها بيلاحظ الاسم كمان، يقول لها في اسمه شيما. هي تقول له ده اسم انا. هقول لكم حكايتي من البدايه. تقول لهم في البدايه خالص كان عندي ابنين ولكن الاثنين ماتوا والقاتل دخل السجن، ولكن دفع تعويض ليا، ولكن الاموال اللي دفعوها لي كان كتير جدا لدرجه ان انا كنت اغنى واحده في المدينه دي كلها. وبعدها طول جوزي برضك مات، وبرضه جوزي كان مات من سبب حادثه بحر وهو كان شغال، فالدوله دفعت لي كميه تعويضات كبيره جدا، وزائد ده كله شغلت الاموال اللي معايا وكسبت ضعفها. ودي كانت قصتي من بدايه لغايه نهايتها. شكله كان شايفني ان انا اصلا مستغل عيلتي لا غير، وكان شايفني عباره عن ان انا كلبة، فهو كان عايز يخلص مني. كورو بعدها على طول بيبدا يشبط على الاسامي حبه بحبه لغايه ما يشبط على كله، وبعدها بيقتل الدميه. بعد ما بيخلصوا المهمه بتاعتهم بيقعدوا مع الولايه الكبيره. بعدها بعده ايام كوتوكو بتجيلها استدعاء غريب جدا، بيجيلها واحد رئيس فنادق كبير جدا. هي بعدها اما تروح تقول له انت استدعيتني، انت كنت عايزني في بالظبط؟ هي تقول له في مشكله عندي كبيره جدا وانت الوحيده اللي تعرف تحلها لي. هي بعدها بتحس ان هو عارف اليوكيه او حاجه من دول، فعشان كده على طول بتهرب من الموضوع ده وتقول له مجرد طفله، يعني انت عايز مني ايه بالظبط؟ هو بعدها يقول لها زي ما انت عارف ان انا ملك المكان ده، بس ما تفكرش ان انا ملك المكان ده اصلا من مجهودي او حاجه، انا ملك المكان ده بس بالصدفه. انا كنت شغال في الفندق ده اصلا، ولكن كنت شخصيه كبيره في الفندق يعني، وانا في الاخر اتجوزت بنت صاحب الفندق عشان هو كان بيحبني وكان بيحترمني جدا وهو شايف ان انا هبقى شخص ناجح. فبعد ما اتجوزت بنته هو توفى بعد وبنته هي اللي ورثت المكان، ولكن بنته ماتت برضك بعد عده سنوات كتيره جدا. اما هي عجيزه زي بالظبط. هو بعدها يقول لها مش جايبك عشان كده، يعني انا جاي بس عشان اعترف لك بحاجه بس، اللي مراتي ماتت وهي اصلا ما ماتتش موته عاديه خالص، هي ماتت مقتوله واللي قتلها هو انا، بس انا اللي مش قتلتها بايدي، استاجرت احدى اليوكيه عشان يقتلها، وهو كان عامل معايا عقد ان انا انفذ له حاجه مقابل اللي هو يقتل لي مراتي، وانا فعلا نفذت له اللي هو عايزه. هو بعدها يقول لي انا عايز بقى اعرف فكره قتلتها ليه بالظبط. كانت حرفيا من انجح الاشخاص في العالم كله، وشركه الفنادق بتاعتها كانت عماله تعلى حبه بحبه، وكانت طموحاتها ما بتنتهيش ابدا، كانت شايفه نفسها اعلى من كده بكتير. احنا كنا مخلفين 3 عيال، ولدين وبنت. اكبر واحد كان حلمه يطلع طباخ، التاني كان حلمه اللي هو يطلع مدير تنفيذي في الشركه دي، التالتة كانت حلمها اللي تتجوز حبيبها وتفضل عايشه مع حب حياتها، ولكن ده كله اتحطم بسبب امها. وامها ما كانش عايزه ده كله، امها عايزه بس حاجه واحده، اللي هم كلهم يورثوا الشركه بتاعتها ويفضلوا يكبروها اكبر واكتر. هو بعدين لما سمعت منها الكلام ده كله احبطت جدا، وطلعت بره الشركه وبدات امشي في الشارع، وقعت على الارض من غصب عني وفضلت ازعق واقول يا ريتك كنت مت وكنا ارتحنا. بعدها على طول بيظهر له احدى اليوكي يقول له خلاص هقتلها لك بس مقابل شرط واحد، انا دلوقتي كنت عايش في احدى الجبال ولكن تركتها، ولكن اهلي عايشين هناك بس مش عاجبني العيشه بتاعتهم، عايزك تجيب فرتك في الحته دي وتخلي اللي هناك دول يهربوا. وفعلا اليوكي ده بعد 10 ايام بالظبط نفذ الخطه بتاعت الراجل وقتل مراته فعلا، ولكن قتلها بسكينه عشان ما يعرفوش اللي يعدي الذئب او حاجه. وبعدها بيوم بالظبط بدا يعملوا الجنازه بتاعت مراته، وهو داخل الجنازه بتاعت مراته بيقابل احد الضيوف وبيكون هو الذئب اليوكي، ولكن بيتنكر على هيئه بشر. يقول له نفذت الخطه بتاعتك، عايزك تبني كميه فرتك عند قرايبي. هو بعدها يقول لها بعد ما امي ماتت ابني الكبير خالص فتح اكبر مطعم في العالم كله، وبنتي برضه اتجوزت حبيبها واللي صاحب شركه سيارات كبيره جدا، امال التالت بقى مدير فعلا التنفيذي بتاعنا، وده اللي هيمسك مكاني بعد ما اموت بعد الشهر ده بالظبط. هتقول انت هتموت ازاي؟ هو اللي عشان كده جايبك بالظبط. لغايه دلوقتي انا لسه بحب مراتي وندمان اللي عملته ده، هو فعشان كده انا عايز ولاد الثلاثه يعرفوا ان انا قتلت امهم، ولكن هم مش عارفين خالص، وحتى لو قلت لهم ما فيش اي اثبات ان انا قتلتها. لو انا قلت لليوكي ان هم اللي قتلوهم كده هفضح اليوكي، وزائد ده كله هيقول انا بالنسبه لي اللي اتعاقب واتعدم، فانا عايز كده عشان تساعديني ازاي اعرف ولادي اللي انا قتلت امهم. انا كده كده اعمل حاجات الفتره الجايه تخليني انا ملام 100%، وبعدها سجن واتعدم في الاخر. كلكم بعدها تقولوا ماشي، كمان كام يوم كده وهرد عليه. هو لا ماشي، وبعدها بتاخد بعضها وتمشي، وبعدها بتروح لكروب بتحكي له كل حاجه. هو يقول لها انت حظك كده على طول في القضيات المرعبه كده. هو لا ماشي، ربنا يعينك بقى. هي بعدها ترد عليه وتقول له طب
بتحسسني ان انت مش هتيجي معايا، ده انت هتيجي معايا وهتكون الاساس اصلا. هي بعدها بتستدعي احدى اليوكاي وبتخليهم ان هم يجيبوا اليوكاي العاصي اللي هو المفروض يبقى طيب ولكن عمل شرير جدا. اليوكاي القاتل اول ما يشوفها يتاسف لها جدا، يقول لها ما تفكرش ان عملت اي حاجه، ده ما عملتش اي حاجه. هي ترد عليه وتقول له انت كذاب، عايزك بقى تقول لي كل حاجه عشان ما اتلكش بنفسي، او اقول لك انا اخلي كل اليوكاي اللي حاضرين دلوقتي يقتلوك. هو بعدها يرد عليه انا اسف جدا هحكي لك كل حاجه. وبعدها بعدة ايام كوتوكو بتروح لمدير الشركه وتقول له على الخطه اللي هي عايزه تعملها، تقول له انا عايزك تجمع جميع ولادك وانا عندي خطه هقولها لك اول لما اجي عندك. هما فعلا بيجمع جميع اولاده ولكن ما بيعرفش يجمع كلهم، فعشان كده بيعرف يجمع اصغر ابن ليه، وبيعرف يجيب بنت ابنه اللي هو ابوها الطباخ، وبيعرف يجيب جوز بنته، دول اللي بيعرف يجيبهم. بس يقول لهم انا عايز اصارحكم بس بحاجه صغيره، انا قتلت امكم من زمان جدا، انا عارف انك مش هتصدقوني ولا اي حاجه، بس انا دلوقتي عايز اطلب منكم طلب صغير، عايزينكم تبحثوا وتدوروا في كل حته وتعرفوا مين القاتل، هل انا القاتل ولا في حد تاني غير القاتل؟ بس انتوا في الاخر هتلفوا وتدوروا وفي الاخر هترجعوا لي في الاخر. ابنه الصغير بعدها بيرد عليه ويقول له انت بتقول ايه بالظبط؟ انت قتلت مين؟ انت عمرك ما هتقتل حد، عايزك بس تعمل اللي انا قلت لك عليه، والبنت اللي شايفها قدامك دي هتكون الحكم وسطينا، عايزكم بقى تاخدوا راحتكم وتبداوا تدوروا في كل حته وتشوفوا مين اللي قتل امكم بالظبط. بعدها بنت الطباخ بتفضل تتكلم مع نفسها وتقول مش عارف اللي جابني، لقيتني ما كان ابويا اصلا بعتني. وبعدها بيطلع ابوها اصلا ما كانش عايز يجي عشان كان عنده تأنيب ضمير، بيقول انا عايزك تروحي انت بدالي ولازم تعرفي حاجه هم يقولوها هناك، وتعرف ان انا عملت عمله كبيره. تقول يا ريتني ما كنت عبرت ابويا، كان زمان قاعده في بيته مرتاحه. بعدها كوتوكو بتبدا تتكلم وتقول لهم اول حاجه مش عايز اي حد يكرهني، انا جايه اصلا عباره عن دخيله، فانا كده كده هاخد الاجوبه بتاعتكم وهديها لابوكوا لا غير. بعدها بنت الطباخ بعدها تسال سؤال، تقول لها انت اختارك ليه بالذات؟ انت اجلي بصراحه. هي ترد عليها وتقول لها فكك منه دلوقتي، انا عباره عن دخيله زي ما قلت لك. بعدها كوتوكو بتقوم وتقول لهم انا سيبكم بس ساعه مع بعضيكوا تفكروا مع بعضيكوا ازاي ابوك قتل امكم. بعدها بتاخد بعضها وتمشي. بعدها الراجل ابو شعر بني بيبدا يسال البنت ويقول لها ابوكي ما جاش ليه؟ الراجل التاني في ساعتها ولا ما تسالش عنه، انا كده كده بطقش ابوها. طول عمري كنت بحس ان هو متكبر وبحس ان ناقصنا ما كنت بقعد جنبه، تخلى عن ورث الكبير ده كله وخلاني نورث كل حاجه انا ومراته. بنت الطباخ على طول بتاسف له جدا، تقول انا اسفه جدا على اللي حصل، هو اللي ما تتاسفيش، انا اللي اروح ابوكي واخليه يتاسف لنا. بعدها بنت الطباخ تبدا تتكلم وتقول لهم جدي فعلا لو قتل ستي، طب ليه هو عامل معانا اجتماع دلوقتي وعايزنا اللي احنا نعرف ازاي هو قتلها؟ ما كان يعترف لنا على طول، ولا الموضوع ده فخ ولا ايه بالظبط؟ في تلك اللحظه كنتكم بتتدخل وتقول لهم لا طبعا جدك هو اللي قتل ستك، بس هو قتلها بطريقه غريبه جدا مش تخطر على بالكم، فانا عايزكم بس تحققوا في الموضوع ده لا غير عشان تكتشفوا ازاي هو قتلها. بعدها تقول لهم انا هساعدكم في المهمه دي. كانت امكم على طول كانت بتروح لمحل مساج وكانت على طول بتمشي بمبلغ كبير جدا من المال، وهي بقى مروحه من الطريق زي كل يوم لحد مره واحده هجم عليها وغزاها في قلبها وفي الاخر هي ماتت. بعدها ما ماتت على طول جه المحققين شحقوا في الجثه وشافوا ان هم مقطعين في قلبها، ولكن لقوا المليين مختفيين، فعرفوا اللي هي قضيه سرقه لا غير، واحد قتلها عشان طبعا في فلوسها لا غير. بس الموضوع مش ماشي كده خالص، في حاجه تانية حصلت، فانا عايزكم تعرفوا ازاي هو قتلها. بس انا عايز بس اعرفكم حاجه، ابوكم اصلا ما قتلش امكم الا عشان حاجه واحده، هو كان كده كده كان مستقبل بايظ، ولكن هو بالنسبه له هو مستقبلكم احسن من مستقبله بكتير، فعشان كده قرر ان هو يقتلها عشان انتوا تعيشوا. بعدها ابو شعر بني بيتكلم ويقول فعلا فكرت اني اقتلها قبل كده ولكن ما قتلتهاش في الاخر عشان كان الموضوع صعب بالنسبه لي، عشان اصلا ما كانتش موافقه ان انا اتجوز بنتها، وكانت على طول بتهددني وتقول انا هعمل شركه زي شركتك واخسرك كل فلوسك اللي معاك عشان لو فكرت انا امشي مع بنتها تاني. بعدها ابو شعر اسود بعدها بيبدا يتكلم ويقول لهم انا هعترف برضك بحاجه، انا حاولت حتى ان اقتل امي قبل كده عشان نخلص من وجع دماغها، عشان هي كانت عايزه تمشي حياتنا زي ما هي عايزه، ولكن ما فكرتش انا لوحدي، لا ده انا فكرت انا واخويا الكبير، واحنا حتى كنا بنكره بعضينا، فعشان كده ما حدش كان بيشك فينا خالص. وكانت خطه ان اكون قاعد في الشركه واكون مشغل باعلى صوت انا واخويا وبيكون عامل يتخانق، وفي نفس الوقت اخويا الكبير بيكون بره وبيكون بيقتل امي، ولكن ما عرفناش الخطه في الاخر عشان اخويا الكبير ضعف. حرفيا بنت الطباخ بتكون واقفه وبتكون مصدومه صدمه عمرها، تقول لنفسها كان يمكن بعتني هنا بس عشان اعرف الموضوع ده لا غير. بعدها بشعر اسود بيكلم البنت ويقول لها يمكن ابوك يبعتك عشان هنا بس عشان تعرف الحوار ده عشان يكفر عن الذنب بتاعه. بعدها بشعر اسود بيكلم كوتوكو ويقول لها احنا عرفنا كل حاجه اهو، انت عايزه ايه تاني؟ هي تقول للهبل ده انا مش جايبكم هنا عشان تعترفوا باللي حصل، اللي قتل امكم هو ابوكم، فانا عايزكم تعرفوا ازاي هو قتلها لا غير، وهو امرني بكده. بعدها كلهم على طول بياخدوا بعضهم يطلعوا بره، كل واحد بياخد له عذر معين ويطلع بره عشان يشم هوا شويه. بنت الطباخ بعدها تتصل بابوها وتحكي له عن كل حاجه وتقول له انا عرفت كل حاجه عنك. هو لا الحمد لله، لو انت عايز تكرهيني فعلا ده حقك، واللي انا اكتر حاجه ندمان عليها بجد ان انا فكرت اقتلها عشان استكشفت الاخر بعد ما ماتت اللي هي كانت بتتبع الاوامر لا غير. يقول لها كيد دينجرو هو اللي عملها شبه الاله بالظبط، وطبعا عشان كان مربيها صح وعملها شبه الاله نفذت كل حاجه بدون اي رحمه، وحتى كبت حياتها بعد ما مات هو بكل صرامه. هي بعد تعرف المعلومات
دي كلها بتشكر ابوها وتبدا تفكر مع نفسها، تقول لنفسها يمكن اصلا ما ماتتش اصلا مقتوله، هي اللي ماتت منتحره، يمكن ماتت بس بسبب الضغط اللي كان عليها. وقالت ان هو ممكن ان هي ادعت بالقتل عشان ما تبوظش سمعتها وسمعه الشركه. بعدها طول بتروح لعمها وتحكي كل حاجه. هو في ساعتها يقول لها ماشي الكلام ده، دي اخر واحده في الدنيا تنتحر، دي كانت بتحب حياتها جدا. هي بعدها تقول له ممكن بسبب ضغط الشغل اللي عليها، وجدي عايز يعرفني كده لا غير اللي انتحرت وهي ماتش اصلا، بس هو بيختبر لنا لا غير. عمها يقول يمكن فعلا. عمها بعدها يقول لها طب ازاي انتحرت، ازاي اصلا قتلت نفسها وما فيش اي بصمات. البنت بعدها تقول ممكن مسكت السكينه بعبايتها، وبعدها بتعيط نفسها. بعدها طول بيكلموا كوتوكو ويقولوا لها ده الجواب الاخير، يمكن امنا ماتت منتحره. هي تقول لهم ماشي، وبعدها طول بتستدعي ابوهم. هو بعدها يقول لهم الكلام بتاعكم ده كله خاطئ، من 23 بالظبط قتلت امكم، وما قتلتهاش بايديا، قتلتها بكائن تاني بس مش هقول لكم عليه. بس انتوا ما تقلقوش، انا كده كده هاخد جزائي اللي انا قتلتها. انا جالي اصلا مرض مخيف جدا، والمرض اصلا ليه علاج، ولكن المرض ده ظهر لي من شهرين بالظبط. بعدها كنت بتكلم الراجل الكبير وتقول انت خلصت كلامك صح. هو يرد عليها يقول لها شكرا جدا، كان احسن قرار ان انا استدعيتك. هي تقول له ماشي، انا هقول بقى كلمتين اخرى عشان اعرفك مين القاتل الحقيقي. انت ما قتلتهاش اصلا. اما استعد اليوكاي اللي انت اجرته طلع له ما قتلهاش اصلا، اعترف بكل حاجه، قال فعلا هو كان هيوفي بوعده وكان يقتلها، ولكن لما راح يجي عليها ظهر شخص من الاشخاص وطعنها في قلبها وطلع يهرب على طول. يعني انت اصلا ما قتلتهاش في الاخر، واليوكاي اللي كان هيقتلها ما عرفش في الاخر عشان هي ماتت، ولكن هو استعبطك وقال لك اللي هو قتلها. هقول لك بقى مين اللي قتلها، بنتك هي اللي قتلتها. هجمت عليها مره واحده بكل غدر وطعنتها في قلبها، وده كله بس عشان تتجوز الراجل اللي بتحبه. حتى اليوكاي اللي كانوا موجودين في المكان استدعتهم وهم قالوا لها على كل حاجه. ابو شعر بني على طول بيقوم ويتعصب جدا ويفضل يشتمها، ولا انت بدفع لك اكيد فلوس يعني. هي تقول له ده يا عم انا ماليش دعوه بالمشاكل دي كلها، فانا دلوقتي هعمل نفسي ما شفتش اي حاجه. هي فعلا بعدها بتاخد بعضها وبتمشي، ولكن في ساعتها بيطلع مسدس ويقول لها انت رايحه فين؟ انت تفكر احنا سيبك كده عايشه ولا ايه؟ انت بالمعلومات بتاعتك دي هتودينا في داهيه. هي بعدها تقول قلت لك مش هقول لاي حد حاجه. هو عايز كلها لا في مكاني. كورو بعدها بيروح لغايه عنده، ولكن هو بيضرب عليه النار فعلا، ولكن كورو بيقوم من اول وجديد ويقول له اهدى يا معلم. بعدين هما بياخدوا بعضهم ويمشوا. بعدها بعدة اسابيع بترجع حاجه زي ما هي. حتى البنت ذات نفسها اللي قتلت امها بتكون قاعده في المستشفى، وبتكون عشان سنها بتكون في المستشفى، وبتكون خدت صدمه نفسيه واغمى عليها بسبب اللي عرفت اللي اخواتها عرفهم اللي هي قتلت امهم. بعدها بكام اسبوع كمان الراجل العجوز بيستدعي كوتوكو، وده كله عشان يشكرهم ويتاسف لهم على اللي حصل. يقول لهم خلاص انا كده كده هموت النهارده، القلب الشد عليا بيفترق فشكلي هموت النهارده. فانا قلت بقول لكم بس حاجه قبل ما اللي انا اشكركم فيها واسال بس كورو عن حاجه. يقول له انت بنت عمك اسمها ريكا. يقول له اه انت عرفت ازاي؟ يقول له سمعت عن واحده اسمها ريكا بتشوف المستقبل، فقلت يمكن هي تحل المشكله دي وتخلي ابنائي يعرفوا ان انا قتلت امهم، ولكن هي رفضت الموضوع ده خالص وقالت ابن عمي عنده نفس القوه وهيفيدك اكتر، عشان كده جيت لك واتفاجئت منك انت وكوتوكو. كورو بعد يسال الراجل العجوز يقول له طب في ريكا؟ يقول له بصراحه ما اعرفش، بس انا شفتها من زمان جدا. كورو بعدها بيعرف ان ريكا السبب في المشكله دي علشان تنهيهم. وفي وسط التفكير ده كله الراجل العجوز بيموت. هما بعدها على طول بيودعوا وبيمشوا. بعدها بعدة ايام كوتوكو بتروح لاحدى المطاعم، ولكن قاعده في المطعم عادي بتسمع اتنين عمالين يتكلموا مع بعض. واحد منهم اللي لابس نضاره بيبدا يتكلم مع صديقه، يقول انت عازمني ليه يعني؟ ده اول مره يعني تعزمني في حياتك. على طول انا كنت بعزمك. هو يقول له زي ما انت عارف بعد ما موتت مراتي حياتي بقت تعيسه، ولكن قلت معزمك وقعدتك معايا شويه وناكل مع بعض، يمكن ده يحسن من نفسيتي شويه. هو يقول ماشي ان شاء الله تتحسن. بعدها الواد ابو النضاره بيسال يقول له انا عايز اسالك سؤال، مش هو انت اللي قتلت مراتك؟ هو بعدها بيرد يقول له انت ليه بتفكر في كده يعني؟ بعدها هو يقول له انت الساعه 5 في نفس اليوم اتخانقت مع مراتك خبطتها وموتها، وبعد كده سرقت كل اللي معاها عشان الشرطه تقول ده قضيه سرقه، ومع ان اي لص بيسرق فلوس على طول بيتقبض عليه، ولكن المره دي ما اتقبضش عليه مع ان عدى 6 شهور. له زي ده كله بعد ما ماتت جالك اكتئاب حد، وانا عارفك من صغري انت ما بتاثرش بالموت والحاجات دي كلها، انت دلوقتي بتاثر بس عشان ده جالك ده ضمير. بعد صديقه بيبدا يتكلم فعلا كل ولكن ابو نضاره يقول له يا عم بهزر معاك. الواد حرفيا صدر مع انه كان لسه هيعترف له حالا اهو، كان لسه هيعرف اللي هو فعلا قتل مراته. كوتوكو بقى بتكون سامعه الكلام ده كله ولكن بتتجاهل الموضوع ده وبتاخد بعضها وتمشي. بعدها الاثنين كانوا عمالين يتكلموا مع بعض بيودعوا بعض وكل واحد بيمشي طريق بيته، ولكن الراجل اللي قتل مراته بيمشي وبيكون متجه لغايه الشرطه عشان يسلم نفسه. ولكن بعدها كوتوكو بتتدخل وتبدا تتكلم معاه وتقول له انا كنت قاعده معاك في المطعم، انا كنت بس جاي اتكلم معاك في كلمتين، انا عارفه ان انت قتلت مراتك وانا عارفه انك رايح تسلم نفسك، ولكن جاي اقول لك بس حاجه، اللي مراتك بعد ما ماتت اتخلقت من اول وجديد ولكن على يوكاي من سبب المشاعر بتاعتها، وانت لما كنت بتحس بتأنيب ضمير كنت بتحس ان في حد راكب فوق، وده كله انتقام لا غير، وبتحاول تعيشك حياه تعيسه لا غير، ولكن هي في يوم من الايام هتزهق وهتبعد عنك. وبعدها يوكاي بتظهر وبعدها تلبس جسمه. هو في ساعتها بيحس بتقل في جسمه. هي بعدها تقول عايزك تفضل عايش هنا، انت لو فضلت عايش هنا هتتعذب اكتر، والتعذيب اللي هيجي لك ده اهو هيرضي مراتك وهتحس ان انت فعلا عديت بجد وانت بجد انت قتلتها، فهي تسيبك في حالك. اما لو انت قتلت نفسك او عدمت نفسك
انت كده بتخلص نفسك للغير، يبقى انت كده اناني عشان شايف نفسك خد راحه كبيره جدا لو قعدتك ومت في الاخر. انت ليك حريه التصديق كلامي او لا، عشان انت هتتعذب كتير وده هيرضي مراتك. انت ليك حريه الاختيار، بس مهما حصل هتفضل تحس بتأنيب ضمير، وبعدها بتاخد بعضها وتمشي. هو في ساعتها يقول لها استني انا عارفك اللي انت عايزاه، بس خلي اليوكاي مراتي تبعد عني. هي تقول له فانا اعرف ابعد عنك، ولكن بالنسبه لي اسيبها لك عشان تفضل تعذب فيك حقها. تقول له بس انا عايزك تعيش حياتك. بعدها بتاخد بعضها وتمشي من المكان ده، وبتروح تاخد كورو وبيطلعوا يدوروا على ريكا عشان يعرفوا هي بتعمل ايه دلوقتي. ولغايه هنا وصلنا للجزء الثاني. ان شاء الله الانمي ده هيبقى ليه جزء ثالث، ولكن لسه منزل. المفروض نحدد نهايه القصه بتاعتنا دي، فان شاء الله لما تنزل الجزء الثالث هنزلها لكم على طول. فلغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الفيديو، فما تنسوش